السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دفعتنا حبايبنا دفعة تانية ثانوي جاي لكم بمراجعة فرع الجبر في الترم الثاني. عارفين حضرتك الدنيا مستعجلة معاك، شهر رمضان داخل علينا، في امتحانات، في دنيا، بس صدقني لو انت بتبقى معانا كل اللي احنا بنعمله مش هتحتاج اي حاجة. حلو الكلام. نبدأ على طول في منهجنا يا باشا، واحنا بنتكلم عن ايه يا شباب؟ تعالى يا سيدي نقول لك الترم الثاني في فرع الجبر بيتكلم عن ايه. منهج الجبر يا باشا الترم الثاني يا جماعه بيتكلم عن حاجه اسمها المتتابعات. ايه يا جماعه المتتابعات دي بقى؟ المتتابعات ديت احنا يعني كنا في 5 ابتدائي 6 ابتدائي كان بيجي لنا سؤال جميل كده يقول لك مثلا ايه 2 4 6 8 وهكذا، ويجي يقول لك يا عم الحاج في جنب كده يقول لك اكمل بنفس التسلسل. اكمل بنفس التسلسل. يعني ايه اكمل بنفس التسلسل؟ انت اصلا من غير اصلا ما اقول لك هتقول لي 2 4 6 8 بعدها 10 12 14 وهكذا. ايام زمان كنا بنقول ان السؤال ده اسمه اكمل بنفس التسلسل. لما احنا كبرنا دلوقتي بقى وصلنا ثانيه ثانوي السؤال ده بقى اسمه متتابعه. حلو، يعني ايه بقى متتابعه؟ قال لك المتتابعه يا شباب، المتتابعه اهو هي عده عناصر يعني ارقام مرتبه بطريقه معينه. الارقام دي احنا مرتبينها بطريقه معينه، زي مثلا دي انت لو قلت لك ايه الطريقه اللي الارقام دي مترتبه بيها هتقول لي احنا كل مره بنزود 2. حلو، طب لو انا قلت لك مثلا اهو 2 4 8 16 تقول لي ايه ده يا عم؟ هنا بقى احنا مش بنزود 2، احنا هنا كل مره بنضرب في 2. يعني كل متابعه لها طريقه مختلفه عن الثانيه. يبقى يا سيدي المتابعه هي عباره عن عده عناصر مرتبه بطريقه معينه، الطريقه المعينه دي يا باشا بتختلف من متتابعه لمتتابعه ثانيه. جميل ماشي يا سيدي، انت فهمت الحته دي دلوقتي. الطريقه بقى دي يا جماعه احنا بنسميها يا عم الحاج الحد العام، والحد العام ده احنا بنرمز له بالرمز ح نون. ايه الحد العام ده؟ قال لك يا باشا الح نون ده هو العلاقه التي تربط كل حدود المتتابعه. حلو العلاقه اللي بتربط كل حدود المتتابعه اسمها الح نون. طب الحاء دي اختصار كلمه حد. النون ده يا باشا بنسميها رتبه الحد. طب وايه هو رتبه الحد؟ رتبه الحد ده يعني مكان الحد. قال لك يعني مثلا ده كده اسمه ح واحد، ده كده اسمه ح اتنين. ليه يا عم؟ ما هو ده اسمه الحد الاول، ده اسمه الحد الثاني، ده اسمه الحد الثالث، ده اسمه الحد الرابع. النون هنا بواحد، النون هنا باثنين، النون هنا بثلاثه وهكذا. ده اسمه النون اللي هي رتبه الحد اللي هو مكان الحد. يبقى انت كده عرفت اصلا يعني ايه كلمه متتابعه. جميل يا باشا. طب تعالى قول لي ايه هي انواع المتتابعات. انواع المتتابعات، يلا يا عم انواع المتتابعات. قال لك والله انواع المتتابعات يا شباب لها كذا تصنيف. التصنيف الاولاني ان احنا بنقول عليها اهو التصنيف الاولاني متتابعه منتهيه. حلو، ومتتابعه ثانيه غير منتهيه. اهو متتابعه منتهيه ومتتابعه غير منتهيه. ايه المتتابعه المنتهيه اللي تلاقي عامله كده 2 4 6 8 100. المتتابعه غير منتهيه 2 4 6 8 وهكذا. حلو الكلام كده. تعالى بقى افهمك بقى حته جميله. الرقم ده احنا اتفقنا ان احنا بنسميه الحد الاول، والحد الاول ده يا شباب هنرمز له بالرمز الف. دايما الحد الاول ده يا باشا رمزه معانا الف. حلو، الرقم دوت يا سيدي بنسميه الحد الاخير وبنرمز له بالرمز لا. يبقى الحد الاول اسمه الف، الحد الاخير اسمه لا. لو اتلقيت في المساله حد اخير يبقى المتابعه منتهيه، لان انت عارف بدايتها وعارف نهايتها. لكن المتابعه الغير منتهيه هي لها بدايه بس ملهاش نهايه. حلو كده. يبقى ده اول تصنيف من المتابعات، ان احنا ممكن نقول ان المتابعات اللي معانا متابعات منتهيه ومتابعات يا باشا غير منتهيه. ده تصنيف حلو. امال التصنيف الثاني يا باشا بيقول لك عليه ان ممكن نقول ان احنا عندنا المتابعه ديت متابعه تزايديه. ماشي، متابعه تزايديه. تاني نوع متابعه طبعا طالما في تزايديه يبقى في متابعه تناقصيه. والنوع الثالث يا باشا بنسميها متتابعه ثابته. حلو، يبقى متابعه تزايديه تناقصيه ثابته. تعالى يا عم الحاج ندي مثال، طبعا مثال بسيط جدا. المتابعه هنا اهو المثال نفسه 2 4 6 8 ايه ده؟ الارقام عماله بتزيد. طب لو العكس، لو 100 8 90 96 وهكذا، دي متابعه تناقصيه. الثابته 5 5 5 5 5 يعني ايه؟ يعني الارقام بتاعتها كلها ثابته.
يبقى المتتابعه بتاعتك بتنقسم الى نوعين، يا اما منتهيه لو الحد الاخير موجود، يا اما غير منتهيه لو الحد الاخير مش موجود. حلو، ده التصنيف الاولاني. التصنيف الثاني في المتابعه الزاويديه لو الارقام بتزيد، متابعه تناقصيه لو الارقام بتقل، وبعد كده يصير المتابعه ثابته لو الارقام كلها ثابته. فاوقات بنشوف متابعه اسمها متابعه تذبذبيه. التذبذبيه اللي هي بيبقى رقم موجب بعده سالب، رقم موجب بعده سالب، رقم موجب بعده سالب، فانت مش عارف هي بتزيد ولا بتقل، هي موجبه ولا سالبه، ما انتش عارف. حلو تمام يا سيدي. يبقى انت كده عرفت اصلا يعني ايه بس كلمه متتابعه، وعرفت يعني انواع المتتابعات. طب احنا عايزين نتدرب على الكلام ده ونفهم الدرس الاولاني بيكلمنا عن ايه. تعالى ناخد كل مساله، وكل مساله افهمك فكرتها عامله ازاي، ونفهم منها الدرس الاولاني بالتفاصيل. يلا يا باشا، يلا يا باشا، حلو قوي الكلام. اهو اول سؤال يا شباب، اهو بقول لك ايه يا سيدي، شوف لي كده، بين اي من المتتابعات الاتيه منتهيه وايها غير منتهيه. فانت اول ما تبص على المتتابعه دي يا عم الحاج، اول نوع ده على طول هتقول لي دي متتابعه منتهيه. قال له ليه منتهيه؟ عشان الحد الاول موجود والحد الاخير موجود، فانت عارف بدايتها عارف نهايتها طالما الحد الاخير موجود. حلو. لكن المتتابعه دي بقى، هتقول المتتابعه دي على طول اول ما تبص لها متتابعه غير منتهيه. طب هي غير منتهيه ليه؟ عشان يا باشا الحد الاخير مش موجود. حلو الكلام. طب تعالى بقى في اللي بعدها. اللي بعدها الراجل بيقول لك حته جميله قوي، بيقول لك ح ن وحطيتها ما بين قوسين. احنا اتفقنا ان كلمه يا شباب ح ن دي بنسميها الحد العام. حلو، لو حطيتها ما بين قوسين يبقى انا كده اقصد بها المتتابعه كلها على بعضها. فبنقول ايه؟ المتتابعه اللي حدها العام اسمه ح ن. يعني لو كتبت ح ن بس يبقى كده اسمه الحد العام. لو حطيتها بين قوسين يبقى بقول لك دي المتتابعه اللي حدها العام اسمه ح ن. حلو ماشي يا سيدي. طب تعالى بقى فهمني. هو بيقول لك ايه؟ انا معايا متتابعه اسمها المتتابعه ح ن، حيث حدها العام ح ن ده بيساوي 2 ن ناقص 3. هو انت قلت لي ايه؟ انت قلت لي ح ن ده اسمه ايه؟ الحد العام. وايه هو الحد العام؟ هو العلاقه اللي بتربط ما بين كل حدود المتتابعه، اللي انا اقدر اطلع منها الحد الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس ولحد ما لا نهايه. حلو الكلام كده على حسب المساله. يعني هنا قال لك ايه؟ قال لك هنا يا شباب النون تنتمي للصاد الموجب. طب ايه ده؟ يعني ايه صاد موجبه؟ يعني الاعداد الصحيحه الموجب. يعني ايه؟ يعني 1 2 3 4 لحد ما لا نهايه. يعني لو جيت قلت لك كون لي المتتابعه دي، تقول لي والله عشان اكون المتتابعه دي هنجيب الحد الاول. ماشي. طب الحد الاول ده هنعمل ايه؟ حط النون بواحد. مش انت عايز ح واحد؟ حط النون بواحد. ما هي اسمها ح ن. لما اقول لك ح واحد حط النون بواحد، فتبقى 2 ناقص 3 يطلع سالب 1. طب لما احط 2 ح 2 في 2 ب 4 ناقص 3 يطلع 1. طب جيب يا باشا ح 3، يبقى اذا اهو 2 في 3 ب 6 ناقص 3 يديني 3. ايه ده؟ يعني اول حد اسمه سالب 1، اللي بعده اسمه 1، اللي بعده اسمه 3، وهكذا 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 وهكذا. هل في نهايه للمتابعه دي؟ يعني هو قال لك النون دي بدأ من عند رقم لحد رقم؟ لا، ده قال لك النون تنتمي للعدد الصحيح الموجب. يعني بدأ من 1 2 3 لحد ما لا نهايه. اذا المتابعه دي يا باشا متتابعه غير منتهيه. ده عكس بقى المساله اللي بعدها. المساله اللي بعدها قام مديك الحد العام بس قال لك النون تنتمي لواحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. يعني من الاخر يا باشا عندنا كام حد دلوقتي؟ عندنا الحد الاول والثاني والثالث والرابع والخامس. يعني اولنا الحد الاول واخرنا الحد الخامس. كده يا باشا في بدايه وفي نهايه. يبقى المتابعه دي يا باشا منتهيه. يبقى المتابعه اللي معاك لو حدها الاخير موجود يبقى متابعه منتهيه. طب يا عم الحاج لو هو مش موجود يبقى المتابعه دي غير منتهيه. خلي بالك في المثال ده انت فهمت مني حته جامده قوي دلوقتي. يبقى ان دايما النون ارقام صحيحه موجبه، 1 2 3 4 لحد ما لا نهايه. ايه ده؟ ما ينفعش يكون 1 ونص، 1 وثلث. هو ما فيش حاجه اسمها لحد الواحد ونص والحد الاول او الثاني او الثالث او الرابع. يعني دايما لازم كده، دايما لازم كده. طب النون ما ينفعش تكون بصفر، هو في حاجه اسمها الحد الصفر. هو اول حد اسمه الحد الاول خلاص. يبقى انت عارف ان دايما النون تنتمي للاعداد الصحيحه الموجبه. كده انت فهمت يا باشا اول حته، عرفت ازاي تفرق ما بين المتابعات المنتهيه والغير منتهيه. طب بص المساله دي بقى. المساله دي بيقول لك اي من المتابعات الاتيه متتابعه تزايديه واي متابعه تناقصيه. طب ما انا هعرف ازاي يا عم؟ قال لك والله كون المتابعه، ولما هتكون المتابعه تعرف المتابعه دي تزايديه ولا تناقصيه. يعني اهو يا عم الحاج تعال نشوف اول مثال. اول مثال ح ن بيساوي 3 ن ناقص 2. نعمل ايه؟ نجيب ح واحد، نحط النون بواحد، فتبقى 3 في 1 ب 3 ناقص 2 يطلع 1. جيب ح 2. 3 في 2 ب 6 ناقص 2 يطلع 4. جيب ح 3. يبقى 3 في 3 9 ناقص 2 يطلع 7. يعني اول حد 1، بعده 4، بعده 7. الارقام اللي بيحصل لها بتزيد. اذا المتابعه دي يا باشا متتابعه تزايديه. حلو. هنعمل كده في كل مساله، هنعمل كده في كل مساله. طب تعالى يا باشا روح يلا للمساله اللي بعدها. ايه المساله اللي بعدها يا سيدي؟ معانا ايه؟ معانا ح ن بتساوي 1 على 2 ن زائد 1. هنجيب الح 1، حط النون بواحد اهو. شغالين على المتابعه دي. حط النون بواحد فيطلع 1 على 2 زائد 1 يطلع لنا 3.
حط النون ب 2. 2 في 2 ب 4 زائد 1 ب 5 يطلع خمس. حط ح 3. 2 في 3 ب 6 زائد 1 ب 7 يطلع سبع. يبقى اول حد كان تلت بقى خمس بقى سبعه وهكذا. وركز بقى كده المتابعه ديت بتزيد ولا بتقل؟ تقول لي اه ده كانت 3 بقت 5 بقت 7 يبقى بتزيد. لا حضرتك، لا ركز والنبي ركز حضرتك يا باشا. انت عارف ان ده كسر، وكل ما المقام بيكبر كل ما المقدار بيقل. يعني التلت اكبر من الخمس والخمس اكبر من السبع، يعني كده ارقام عماله بتقل. يبقى المتتابعه دي يا باشا متتابعه تناقصيه. حلو حلو. روح يا باشا اللي بعدها. يلا يا سيدي، ها المتتابعه دي يا سيدي هتقول لي والله تعال نجيب الحد الاول. حط النون بواحد. سالب واحد اس واحد بسالب واحد على واحد زائد 2 يطلع واحد. طب ح 2 هيطلع سالب واحد اس 2 بواحد على 2 زائد 2 يطلع 2 ونص. طب ح 3 حط يا باشا سالب واحد اس 3 بسالب واحد على 3 زائد 2. شوف الكلام الحلو بقى. 2 ناقص تلت يدينا واحد وتلتين. قال لا ده كانت واحد بقت 2 ونص، كده زادت 2 ونص بقت واحد وتلتين. قال لا ده كده قال التاني. دي بنسميها متتابعه تذبذبيه. ليه يا عم الحاج؟ لان يا سيدي ما بتزيدش على طول وما بتنقصش على طول. هي دي الفكره بقى. امال اخر واحده؟ لا دي جميله دي يا عم. ح ن بتساوي 5. يعني لو جبت الحد الاول هيطلع 5، الحد الثاني هيطلع 5، الحد الثالث هيطلع 5. جميله قوي وانا بحب رقم 5. المتتابعه دي يا باشا متتابعه ثابته على طول. يبقى انت كده عرفت التصنيفين بتوع المتتابعات. حلو الكلام. ده التصنيف الاساسي. جميل قوي. بعد كده يا سيدي دخلنا على ايه بقى يا عم الحاج بقى؟ دخلنا على اهم سؤال في الدرس اللي هو عكس الموضوع. ان الراجل يديلك المتتابعه ويطلب منك الحد العام. فاحنا اتفقنا كلمه الحد العام هي العلاقه اللي بتربط كل حدود المتتابعه ببعض. العلاقه اللي بتربط كل حدود المتتابعه ببعض. طب تعالى نفكر مع بعض. المتتابعه الاولانيه 2 4 6 8 وهكذا. الحد العام هنا افكر فيه ازاي؟ انا عايزك بقى تفهم بقى انا بفكر في حد عام ازاي. الحد العام انت قلت لي هو العلاقه اللي انت لو عوضت فيها بواحد يطلع الحد الاول، 2 يطلع الحد الثاني، 3 يطلع الحد الثالث وهكذا بقى. فاحنا نفكر مع بعض. دلوقتي انا معايا اول حد اسمه 2. انا عايز علاقه لو عوضت فيها بواحد تطلع 2. فتقول لي حته جميله قوي. يا اما نسميها نون زائد واحد بحيث لما اعوض مكان نون بواحد واحد زائد واحد يدينا 2، يا اما احطها 2 نون. حلو. فبحيث 2 في 1 يدينا 2. حط العلاقتين وجربوا. يعني انت دلوقتي بتقول لي ان ممكن يكون الحد العام اسمه نون زائد واحد وممكن يكون الحد العام اسمه 2 نون. وتعال نفكر مع بعض. بص يا باشا حط هنا واحد زائد واحد يطلع 2. طب حط 2 زائد واحد يطلع 4. لا 2 زائد واحد يطلع 3. يبقى ده مش نافعه. انت قلت لي المفروض لما اعوض بواحد يطلع الحد الاول، لما اعوض باثنين يطلع الحد الثاني، لما اعوض بثلاثه يطلع الحد الثالث. طب بص هنا كده المتابعه دي. حط هنا واحد، حط النون بواحد، 2 في 1 ب2. طب حط 2 في 2 ب4. طب حط 3 2 في 3 ب6. طب حط 4. قال لا طلعت. ايوه بس كده. يبقى اذا الحد العام للمتتابعه دي يا باشا اسمه 2 نون. شفت انا فكرت فيها ازاي؟ فكرت ايه العلاقه اللي تطلع لي كل حدود المتتابعه. طب لو انت فهمت بص على دي. شوف الارقام اللي بيربط ما بينها. شوف يا باشا ركز. نص بقى ربع بقى تم بقى هو الربع علاقته بالنص. تقول له والله ده نص تربيع. طب والتمن علاقته بالنص؟ ده نص تكعيب. طب الواحد على 16 علاقته بالنص؟ ده 1 على 16 اس 4. ايه ده؟ يعني اول حد ده كان نص اس 1، اللي بعده اسمه نص اس 2، اللي بعده اسمه نص اس 3، اللي بعده نص. قال لا يعني كده اللي بيحصل بقى ده كده النص ده ثابت وانت عمال بتغير في الاس. حطيته 1 2 3 4 وهكذا. اذا الحد العام هنا يا باشا اسمه نص اس نون. جميله 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 اهو. عمالين بنفكر مع بعض اهو. طب شوف اللي بعدها بقى الجميله دي. اللي بعدها هنا بقى هنا بقى في حته جميله 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 هتعجبك قوي. هنا البسطه سالب واحد بعد كده واحد بعد كده سالب واحد بعد كده واحد. يعني الارقام مره موجب مره سالب مره موجب مره سالب وهكذا. بص يا باشا طالما موجب سالب وهكذا البسطه هتحط فيه سالب واحد اس نون. ايه ده على طول كده على طول؟ ليه بقى؟ عشان لما احط واحد يطلع سالب واحد اس واحد بسالب واحد. لما احط 2 سالب واحد اس 2 يطلع موجب. طب لو حطيت 3 هيطلع سالب 1 3 بسالب. لما يطلع 4 هيطلع لا. يبقى انت كده لما نحط واحد بيطلع سالب بعد كده يطلع موجب بعد كده يطلع سالب بعد كده موجب. معنى كده يا معلم ان كده بقت مظبوطه. بس خلي بالك بقى في حته ملحوظه رايقه. عارف لو الاولاني هو اللي موجب واللي بعده هو اللي سالب كنت حطيت دهيت سالب 1 اس 2 زائد 1. ليه؟ عشان لما احط واحد زائد واحد يطلع 2 سالب 1 اس 2 يطلع موجب.
وبعد كده لما احط 2 زائد 1 ب3 سالب 1 استاذ هيطلع سالب. قال لا، يعني انت دلوقتي لو الاولاني سالب بعده موجب بعده سالب بعده موجب هكتب سالب 1 اس ن. لو الاولاني هو اللي موجب اللي بعده سالب موجب سالب هكتب سالب 1 اس ن زائد 1. بس كده يا باشا الكلام هنا اهو. يبقى انت كده يا معلم ح ن بتساوي سالب 1 اس ن. كده انا يا باشا خلصت البسط. نروح على المقام بقى. اول حد 3 بعد 4 بعده 5 بعده 6 وهكذا. طب تعالى نفكر كده ايه العلاقه اللي لما احط فيها 1 تطلع 3؟ تقوم قايل لي والله ممكن 3 ن وممكن ن زائد 2. طب نجرب. حط 3 ن، حط 1 هتطلع 3، حط 2 هتطلع 4. لا انسى خلاص. طب خلاص يا عم يبقى ممكن ن زائد 2. لما احط 1 زائد 2 هيطلع 3، حط 2 زائد 2 هيطلع 4، حط 3 زائد 2 هيطلع 5، 4 زائد 2 هيطلع 6. ظبطت يا باشا. يبقى هو ده الحد العام بتاع المتبع. شفت انا بفكر فيها ازاي؟ الموضوع كله في التفكير. ايه العلاقه ما بين الارقام اللي بتبقى مكتوبه قدامي؟ فانا بقعد يا معلم اظبطها لحد ما اطلع الحد العام اللي يعبر عن كل الارقام مع بعض. هنا مثلا في المسائل بقى مثلا لو طلبت منك الحد ال 20 هتعمل ايه يا عم؟ هتروح تحط لهم ب 20 فهتبقى سالب 1 اس 20 سالب 1 اس 20 على 20 زائد 2 بس يا عم. فهتبقى كام فوق؟ هتبقى 1 على 22. عشان كده قلت لك ان الحد العام ده هو اهم حاجه لان هو ده العلاقه اللي بتربط ما بين كل حدود المتتابعه. جميل يا باشا، جميل تمام. كده انت عرفت ازاي تكتب الحد العام. بعد كده بيدي لك علاقات محتاجه شويه فهم زي اللي قدامك دي. بيقول لك ايه بقى العلاقات ديت؟ هو بيدي لك حاجه ويقول لك حل المساله، اكتب المتتابعه، اكتب الحدود الخمسه الاولى من المتتابعه. بس هي الفكره كلها ان انت تفهم السؤال. طب تعال نفهم السؤال مع بعض. الراجل هنا بيقول لك ح واحد بيساوي 5. يعني ايه ح واحد بيساوي 5؟ يعني الحد الاول ب5. يعني معايا متتابعه الحد الاول ب5. ماشي. طب وبعدين يا باشا بيقول لك ح ن زائد 1 بيساوي 3 ح ن. ح ن زائد 1 بيساوي 3 ح ن. لا ده انا عايز افهم الحته دي. انسى بقى الحد الاول دلوقتي خلاص. انت فهمت ان الحد الاول ب5. ح ن زائد 1 بتساوي 3 ح ن. عشان تفهم المتتابعه دي او تفهم العلاقه دي حط النون بارقام. جرب حط النون بواحد مثلا. لما احط النون بواحد فهتبقى 1 و1 2 بتساوي 3 ح 1. معنى كده ايه بقى؟ معنى كده ان الحد الثاني بيساوي 3 الحد الاولاني. يعني الحد الثاني 3 امثال الحد الاولاني. طب حط كده النون ب2. حط النون ب2 يبقى كده ح 3 بتساوي 3 ح 2. الله. طب يعني ايه الجمله دي؟ يعني الحد الثالث 3 الحد الثاني. ايه ده؟ يعني الحد الثاني 3 امثال الحد الاول والحد الثالث 3 امثال الحد الثاني. طب ما كان الحد الرابع 3 امثال الحد الثالث. ما هو ده اصلا معنى الجمله. ح ن زائد 1 بتساوي 3 ح ن. هو ايه علاقه الح ن زائد 1 بالح ن؟ ده الحد اللي بعد الح ن. ح ن زائد 1 ده حد، الح ن ده اللي قبله. وممكن تقول ح ن ده حد والح ن ده ح ن زائد 1 ده اللي بعده. يعني معنى كده ايه؟ معنى كده ان العلاقه ديت معناها ان اي حد بيساوي 3 امثال الحد اللي قبله. قال لا طب ما انا كده خلصت. طب ما انا عارف اول حد ب5 وانت قلت لي ان اي حد 3 الحد اللي قبله. طب ما كده الحد الثاني 5 في 3 ب15 واللي بعده 15 في 3 ب45 واللي بعده هضرب في 3 واللي بعده هضرب في 3 واللي بعده هضرب في 3. يعني كل مره هنضرب في 3. كل مره هنضرب في 3. بعد كده ما قال لك ثم اكتب الحد العام. قال لا هكتبها ازاي دي؟ اقول لك تعال اهو. الحد الاولاني كان كام يا عم؟ كان 5. هل كان مضروب في 3؟ لا كان مضروب في 3 اس صفر. طب الحد الثاني معلش ده الحد الاول. طب الحد الثاني كان 5 بس اتضرب في كام؟ في 3 اس 1. طب الحد الثالث كان 5 بس اتضرب في كام؟ في 3 اس 2. طب انا عايز اظبطها بقى اهو. شوف يا عم الحد العام اهو. ال5 دي ثابته مضروبه في 3 اس ن. كده انت غلطان. لان المفروض لو عوضت كده بواحد الناتج يطلع الاولاني ب15. يعني ده اللي هيبقى الاولاني. لا مش نافع. انا عايز دي تتشال بحيث الحد الاولاني يطلع 5. قال لك خلاص حط ده ن ناقص 1 بحيث لما احط 1 ناقص 1 بصفر. 3 اس صفر ب1 في 5 هطلع 5. طب لما احط 2 ناقص 1 ب1 3 اس 1 ب3 في 5 ب15. طب لما احط 3 ناقص 1 ب2 3 اس 2 ب9 في 5 ب45. قال لا طب ما كده رقت واتظبطت وكل حاجه يا معلم زي الفل. طب لو انت فهمت بقى تعالى يا عم امسح دي. فهمني اللي بعدها على طول. يلا بقول لك ايه يا سيدي؟ بقول لك ح ن زائد 2 بتساوي ح ن زائد 1 زائد ح ن. طب افهم ايه علاقه الح ن بالح ن زائد 1 بالح ن زائد 2؟ تقول لي لو ده حد الح ن زائد 1 ده اللي بعده ولو ده الح ن زائد 1 ح ن زائد 2 ده اللي بعده. قال لا ده كده معناه ايه بقى؟ ده كده معناه ان اي حد بيساوي مجموع الحدين اللي قبله. يعني تعالى نتخيل حط النون بواحد. لو حطيت النون بواحد هيبقى ح 3
بيساوي ح 2 زائد ح 1. قال لا، يعني الحد الثالث بيساوي الحد الثاني زائد الاولاني، يعني الحد الثالث بيساوي مجموع الحدين اللي قبله. طب لو انا قلت الحد الرابع هيساوي الحد الثالث زائد الحد الثاني، الحد الخامس وهكذا وهكذا وهكذا. طب هو مديك معلومه ثانيه؟ مديك معلومه، قال لك ايه؟ الحد الاول ب3 والحد الثاني ب7. قال لك طب انا كده خلصت، ما هو كده الحد اللي بعدهم بيساوي مجموعهم، يعني ده هيبقى ب10، والحد اللي بعدهم هيساوي مجموعهم يعني هيبقى 17، والحد اللي بعدهم هيساوي مجموع دول يبقى 27. يعني اي حد بيساوي مجموع الحدين اللي قبله، اي حد بيساوي مجموع الحدين اللي قبله، اي حد مجموع الحدين اللي قبله، وهكذا وهكذا وهكذا. ده معنى كلمه العلاقه اللي انت شايفها دي. لكن دي سهله قوي. هنا يا باشا انت هتعوض عادي، هنحط النوم بواحد، جيب ح 1، يلا حط، يبقى ده سالب 1 بس 1 ناقص 1 بصفر على 2 زائد 3. اي حاجه الصفر ب1 على 5 يديني خمس. حلوه يا معلم. طب الحد الثاني حط يا باشا فوق، هيبقى سالب 1 اس 1 بسالب 1 على 2 في 2 ب4 زائد 3 ب7، يطلع الناتج سالب 1 على 7. ماشي. يلا يا عم الحاج اللي بعده الحد الثالث، حط يا عم الحاج النون ب3 فيطلع فوق 1. طب و2 في 3 ب6 زائد 3 اداني 9. ايه ده؟ يعني الحد الاولاني بخمس، اللي بعده سالب سبع، اللي بعده 9، يبقى اللي بعده يبقى سالب 1 على 11 وهكذا. إيه انت كل مره بتعمل ايه؟ كل مره فوق موجب سالب موجب سالب. شوف 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 لما الاولانيه بقت موجب سالب موجب سالب، حط فوق نون ناقص 1 او نون زائد 1 مش تفرق، هي. حلو الكلام. والمقام ده يا باشا كل مره بنزود 2 زي ما انت شايف بالمنظر ده. ده ازاي لو انا معايا المتتابعه اكتب انا الحد العام، ولو هو مديك الحد العام ازاي تكتب المتتابعه. وده طبعا اهم حاجه في الدرس بتاعنا الجميل. تمام بقى. تعال جنب يا باشا مساله كامله. ماشي. بيقول لك ايه في المساله اللي قدام حضرتك؟ بيقول لك اوجد الحد العام للمتتابعه دي الاول، ثم اوجد الحد السابع والحد العاشر، ثم اوجد رتبه الحد اللي قيمته 65. كده انت يا باشا تكون كملت الموضوع كله. يلا الحد العام للمتتابعه دي 9 13 17 21. فكر 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 فكر. 9 13 17 9 13 17 9 13 زودنا 4 17 زودنا 4 زودنا 4. ايه ده؟ يعني انت كل مره بتزود 4 كل مره بتزود 4. يبقى انا بص اهو هروح نون. احنا كل مره بنزود 4 نون. زودنا في المره الاولانيه 4 وبعد كده المره الثانيه 4 المره الثالثه 4. بس انا كده دلوقتي لو حطيت النون بواحد هتطلع 4 مش 9. طب ما تفكر 4 تبقى ازاي 9؟ تقول لي اضيف عليها كام؟ اضيف عليها 5. الله كده ظبطت. جرب كده، جرب. حط النوم بواحد، نحط النوم بواحد هيطلع 9. حط النوم ب2 4 في 2 ب8 زائد 5 ب13. حط النوم ب3 4 في 3 ب12 زائد 5 ب17. حط النوم ب4 4 في 4 ب16 و5 ب21 وهكذا. خلاص يا عم الحاج جبت الحد العام. طب وبعدين عايزين نجيب الحد السابع. يلا يا باشا جيب الحد السابع. هنا الحد السابع نحط النوم ب7 فتبقى 5 زائد 4 في 7 ب28 5 و28 ب33. جيب الحد العاشر فهتبقى 5 زائد 4 في 10 ب40 يطلع الناتج 45. كده خلصنا. تاني حاجه عايز رتبه الحد اللي قيمته 65. يعني ايه الحد اللي الناتج بتاعه هيطلع 65؟ قال لك طب ما احنا كده هعكس. قال لك اعكس يا باشا. خد ال5 زائد ال4 نون ساويها يا باشا بال65 وادي 5 الناحيه الثانيه فيبقى 4 نون بتساوي 65 ناقص 5 ب60. اقسم على 4 اقسم على 4 يبقى اذا النون هتطلع ب15. يبقى الحد الذي رتبته ب15. يعني معنى كده ايه؟ ان انت لو عديت هنا 15 حد فضلت تزود 4 4 4 4 الحد ال15 هيبقى قيمته كام يا باشا؟ 65 زي ما انت حضرتك شفت كده. حلو الكلام حلو الكلام. وكده يا باشا دلوقتي انت ظبطت معانا اول درس. تمام الكلام؟ تمام الكلام. الدرس الثاني بقى يا سيدي عندنا في المنهج بيتكلم عن حاجه اسمها المتسلسلات، بس احنا هنأخر الدرس الثاني ده شويه. هناخد الدرس الثالث والرابع وبعد كده نرجع لهم تاني. ماشي؟ يعني عشان ده كده بالنسبه لنا لذيذ، فاحنا بس عايزين نفهم الاول اكتر وبعد كده نرجع له تاني. احنا بقى يا معلم بنتكلم يا شباب في الدرس الثالث عن بدايه بقى الشغل الجد شويه. بنتكلم يا سيدي عن حاجه اسمها ايه يا جدعان؟ المتتابعه الحسابيه. انت في الاول اديتني فكره عن المتتابعات. ماشي. النهارده بقى مش باخد فكره، ده انا بقى باخد نوع محدد، المتتابعه الحسابيه. ما هي المتتابعه الحسابيه؟ المتتابعه الحسابيه تعرفها هي التي فيها الفرق بين اي حد والحد السابق له مقدار ثابت. الفرق بين اي حد والحد اللي قبله مقدار ثابت. زي ايه؟ زي المتتابعه اللي احنا كنا بنتكلم فيها يا سيدي في اول درس كتير، اللي هي 2 4 6 8 وهكذا لحد ما نوصل ل 100. المتتابعه دي بنسميها متتابعه حسابيه.
اشمعنى؟ عشان لو جبت الفرق بين اي حد واللي قبله هيطلع مقدار ثابت. يعني ايه؟ يعني لو قلت 4 ناقص 2 هيطلع 2، 6 ناقص 4 هيطلع 2، 8 ناقص 6 هيطلع 2. اي حد ناقص اللي قبله هيطلع مقدار ثابت. حلو حلو. طب دي نترجمها بالرياضه ازاي؟ قال لك بالرياضه بنترجمها كده يا باشا. بنكتب ايه؟ بنكتب ح ن زائد 1 ناقص ح ن. ما هو ده الحد وده اللي بعده، او ده الحد وده اللي قبله، فاي حد ناقص اللي قبله لازم يطلع مقدار ثابت. المقدار الثابت ده يا باشا بنسميه اساس المتتابعه. اساس المتتابعه، وبنرمز له بالرمز د. يعني المتتابعه ديت الدال فيها باتنين، الدال هنا باتنين. ليه يا باشا؟ اللي هو اي حد ناقص اللي قبله بيطلع 2. ده المقدار الثابت. حلو حلو جدا. يبقى يا باشا المتابعه دي دلوقتي انت بتعرف لها 3 رموز، لان احنا اتفقنا ان الحد الاول اسمه الف، الحد الاخير اسمه لام. عرفت ان دلوقتي رمز كمان ثالث اللي هو اساس المتابعه، اللي هو اي حد ناقص اللي قبله. طب مثلا انا لو قلت لك معانا متابعه اسمها ح ن بتساوي 2 ن زائد 3، متابعه زي دي، اعرف هي حسابيه ولا لا ازاي؟ قال لك والله قدامك طريقين، طريق بالفهم، طريق بقانون. طريق الفهم ان انا ابدا اعوض. يعني اعمل ايه؟ احط النون بواحد، 2 في 1 ب2 زائد 3 ب5. طب حط 2 في 2 ب4 زائد 3 ب7. طب حط 3 2 في 3 ب6 زائد 3 ب9. يعني اول حد ب5 اصبح 7، اصبح 9، بعد كده يبقى 11، بعد كده وهكذا. فلو انت اخدت بالك كده اي حد ناقص اللي قبله هيطلع 2. اذا دي فعلا متتابعه حسابيه. ده بالفهم. طب بالقانون، تعالى بالقانون. انت قلت لي لازم اللي يحصل لازم ح ن زائد 1 ناقص ح ن يطلع مقدار ثابت. طب هو يعني ايه ح ن زائد 1؟ يعني بنشيل النون نحط مكانها ن زائد 1، فهيبقى 2 في ن زائد 1 زائد 3. حلو حلو. ده اسمه ح ن زائد 1 ناقص ح ن اللي هو 2 ن زائد 3. وبفك يا باشا، فهيبقى هنا 2 ن زائد 2 زائد 3 ناقص 2 ن ناقص 3. فال2 ن هتروح مع ال2 ن وال3 هتطلع مع ال3، هيطلع الناتج ب2. طلع رقم ما فيش فيه ن، يبقى ده مقدار يا باشا ثابت. وطالما ده مقدار ثابت يبقى المتابعه دي متابعه حسابيه. حلو. لا طب انا هغير تاني، هقول لك واحده تانيه. بص يا باشا، تعالى نجيب علاقه تانيه ونشوف هتنفع تكون متابعه حسابيه ولا لا. مره بالفهم مره بالقانون. حلو حلو. يلا يا باشا. بص يا سيدي، لو انا قلت لك ح ن بتساوي ن تربيع زائد 5. حلو. شوف لي دي حسابيه ولا لا. هنعمل ايه؟ هنحط النون بواحد، فيبقى 1 زائد 5 ب6. حط النون ب2، 2 تربيعها ب4 زائد 5 ب9. حط النون ب3، 3 تربيعها ب9 زائد 5 ب14. اذا اول حد ب6، بعده 9، بعده 14 بس ما تكملش. 9 ناقص 6 ب3، 14 ناقص 9 ب5. يعني كده اي حد ناقص اللي قبله ليس مقدار ثابت. وطالما ليس مقدار ثابت اذا ديت يا باشا على طول ليست متتابعه حسابيه. ليست حسابيه. طب تيجي نطبق بالقانون. تعال نطبق بالقانون. يلا يا باشا قول لي هنجيب ايه؟ هنجيب ح ن زائد 1 ناقص ح ن. يلا حط النون بن زائد 1 فتبقى ن زائد 1 الكل تربيع زائد 5. جميل جميل. ناقص ح ن، يعني حط يا سيدي زي ما هي اللي هي ن تربيع زائد 5. هنبدا نفك. هيبقى هنا مربع الاول، مربع الثاني، الاول في الثاني في 2 ب 2 ن زائد 5 ناقص ن تربيع ناقص 5. تعالى كده ن تربيع هتروح مع ن تربيع، الخمسه هتروح مع الخمسه، هيتبقى لك 2 ن زائد 1. الناتج طلع في ن، يبقى ده ليس مقدار ثابت. وطالما ليس مقدار ثابت يبقى ديت ليست متتابعه حسابيه. يبقى ده ازاي تعرف المتابعه ديت حسابيه ولا لا؟ يبقى لازم تطلع الحدود، واي حد ناقص اللي قبله يطلع مقدار ثابت. جميل جميل. ماشي يا باشا. هنا بقى في المتابعه الحسابيه يا شباب لازم تاخد بالك ان يا سيدي في المتابعه الحسابيه الحد العام بتاعها احنا مش بنستنتجه، ده الحد العام بتاعها محفوظ. محفوظ يعني محفوظ. قال لك يعني قانون، قال لك ايه ده؟ قانون الحد العام مش هقعد بقى استنتجه بدماغي، لا. قانون الحد العام في المتابعه الحسابيه اسمه ح ن، وح ن بيساوي يا شباب ا زائد ن ناقص 1 في د. ح ن بيساوي ا زائد ن ناقص 1 في د، حيث نركز بقى. ما هو الح ن؟ تقول الح ن ده الحد العام. ما هو الالف؟ ده يا باشا الحد الاول. حلو. ما هو النون؟ ده رتبه الحد، يعني مكان الحد. طب وايه هو الدال؟ قال لك اساس المتتابعه. طب ما تيجي كده نطبق. لو انا طلبت منك تجيب الحد الاول، الحد الاول يعني حط النون بواحد. لما نحط النون بواحد، 1 ناقص 1 بصفر، في اي حاجه بصفر يتبقى لك الف. قال لا، عشان كده بتسمى الالف الحد الاول. طب لو طلبت منك الحد الثاني،
حط النون باتنين، 2 ناقص 1 بواحد في د بدال هيطلع الف زائد د. قال له طب الحد الثالث حط النون بثلاثة، 3 ناقص 1 ب2 في د ب2 د زائد الف يطلع الف زائد 2 د. قال له يعني اول حد اسمه الف، اللي بعده اسمه الف زائد د، اللي بعده اسمه الف زائد 2 د، اللي بعده يبقى الف زائد 3 د، 4 د، 5 د. قال له يعني كل مره بنزود د، ما هو ده اساس المتتابعه، الرقم اللي احنا بنزوده او بننقصه عشان تبقى انت فاهم. طب خلاص يا عم، مش انت كنت بتقول ان اول حد اسمه الف واخر حد اسمه لام؟ حلو. طب احنا هنا بنقول الف زائد د، الف زائد 2 د وهكذا. طب لو اخر حد اسمه لام، اللي قبله هيبقى اسمه لام ناقص د، اللي قبله لام ناقص 2 د، اللي قبله وهكذا وهكذا وهكذا. ايه ده؟ انت من الاول بتزود د ومن الاخر بننقص د بس. حلو الكلام؟ حلو الكلام. طب الحد العام ده قال لك يا سيدي بيربط بحاجه ثانيه؟ قال لك في يا باشا قانون اسمه قانون الحد الاخير. قانون الحد الاخير يا شباب اللي هو بالنسبه لي اخر حد، اللي هو بالنسبه لي ايه؟ اللام. قال لك اللام له نفس قانون الحد العام، لام بتساوي الف زائد نون ناقص 1 في ده نفس قانون الحد العام. وده بستخدمه امتى؟ قال لك يستخدم اهو لايجاد عدد الحدود. يستخدم نيجي على الحدود. اول ما اقول لك يا باشا انا عايز عدد الحدود بستخدم قانون اللام اللي هو قانون الحد الاخير اللي هو نفس قانون الحد العام، وهفهمك ليه احنا بنستخدم الحد الاخير بالذات. فعندك بقى شويه يا سيدي يعني ملاحظات كده، بيجي يقول لك مثلا ليه؟ لايجاد رتبه الحد الذي قيمته تساوي قيمه معلومه ولتكن 50. يعني انا عايز رتبه الحد اللي قيمته 50، حط قانون بيساوي 50. طب انا عايز رتبه الحد اللي قيمته اكبر من 50، حط قانون اكبر من 50. طب اقل من 50، قانون اقل من 50. مشكله يعني. الاهم بقى بالنسبه لي لايجاد رتبه اول حد موجب بنحط قانون اكبر من الصفر. اول حد موجب قانون اكبر من الصفر. طب لايجاد رتبه اول حد سالب بنحط قانون اصغر من الصفر. لا انا عايز الكلام ده اطبق عليه وافهمه. تعال يا باشا، انا مش هسيب لك اي حاجه تقول لي انا محتاجها. يلا بينا يا باشا. اول حاجه ماشي. مسائل بيقول لك بين اين المتابعات اللي قدامك ديت يا باشا، ايها تكون متابعه حسابيه وايها تكون متابعه ليست حسابيه. طب ما تيجي نشوف يا باشا اول واحده كده 5 9 13 وهكذا. اطرح يا باشا كده اي حد ناقص اللي قبله. 9 ناقص 5 ب4، 13 ناقص 9 ب4، 17 ناقص 3 يبقى اذا د ب4. اساس المتابعه رقم ثابت يا باشا، يبقى دي متابعه حسابيه. خلاص يا معلم. خش هنا اطرح يا باشا. سالب 15 ناقص 17 هيطلع 2. سالب 13 ناقص 15 هيطلع 2. سالب 11 ناقص 13 هيطلع 2. قال له يعني كده د ب2 يبقى برضه يا باشا دي متابعه حسابيه. تعالى هنا بقى لو طرحت خمس ناقص نص، هنا نوحد المقامات هيطلع يا باشا 2 ناقص 5 يطلع سالب 3 على 10. ده الخمس ناقص النص. طب لو طرحت 8 ناقص 5 ده كده نوحد المقامات على 40، فهيبقى عندك هنا يا باشا 5 ناقص 8 هيطلع سالب 3 على 40. قال لا ده كده ده ناقص ده بسالب 3 على 10، ده ناقص ده بسالب 3 على 40. لا خلاص يا باشا، يبقى ده لسه حسابيه. يبقى اي حد ناقص اللي قبله مقدار ثابت يبقى حسابيه، مش مقدار ثابت يبقى مش حسابيه على طول. حلو. ملين اللي بعده. بقول لك ايه يا سيدي، شوف لي اي المتابعات اللي قدام حضرتك ده يا باشا حسابيه ولا ليس حسابيه. خلاص انت فهمت. هنعمل ايه؟ هنجيب الحاجه 1 والحاجه 2 والحاجه 3 او نعوض في العلاقه اللي اسمها ح زائد 1 ده صح. طب تاخد مني بقى ملحوظه بقى يا معلم ايه على السريع كده تنجزك. قال لك ايه يا سيدي؟ في ملحوظه جباره بيقول لك ايه؟ ان المتابعه الحسابيه اهو داله من الدرجه الاولى في نون. ومش بس كده، ده اساسها هو معامل النون. ايه ده يعني ايه يا باشا؟ يعني بص كده، اول ما تبص على السبوره بص دي حسابيه، دي ليست. الله انت في سنه كده ازاي يا باشا؟ لان دي معادله من الدرجه الاولى، دي معادله من الدرجه الثانيه، دي من داله اسيه. هي على طول المتابعه الحسابيه لازم تكون داله من الدرجه الاولى في النون. طب نجرب ده مش بس كده، اساسها معامل النون اللي هو الثلاثه. لا في سنه كده. طب بص اهو، تعال حط ح 1 هيطلع 3 ناقص 1 معلش 3 ناقص 2 ب1. حط 2. 3 في 2 ب6 ناقص 2 ب4. حط 3. 3 في 3 ب9 ناقص 2 ب7. يبقى اذا اول حد ب1 بعد كده 4 بعد كده 7 بعد كده ايه ده؟ انت كده كل حد ناقص اللي قبله مقدار ثابت، ومش بس مقدار ثابت، ده المقدار الثابت ده بيساوي 3. الثلاثه دي اللي هي معامل النون. جرب دي بقى هتلاقي لسه حسابيه، جرب دي بقى هتلاقي لسه حسابيه، عشان المتابعه الحسابيه لازم تكون دايما داله من الدرجه الاولى في نون. تمام يا باشا؟ تمام يا سيدي. تعالى يا معلم، كمل يلا يا سيدي معايا ملاحظات وشغل بقى. فاي متابعه حسابيه في 3 حاجات لازم تبقى انت عارفهم على طول اول ما انت تبص لهم، اللي هم ايه بقى؟ اللي هم الالف، اللام، الدال. الالف طبعا اللي هو الحد الاول، يبقى اذا في المساله ديت الف ب 95، والدال هو اي حد ناقص اللي قبله. 92 ناقص 95 بسالب 3. خلي بالك انا مش بقول الكبير ناقص الصغير، انا بقول اي حد ناقص اللي قبله. والحد الاخير لو هو موجود، يعني انت شايف المساله دي المتابعه دي غير منتهيه، مفيش حد اخير، خلاص يا معلم
عايز بقى نشتغل، عايزين نجيب الحد السادس. تعال بص كده الحته الجميله دي. هو احنا اتفقنا يا جدعان ان الحد العام كان اسمه ح ن بيساوي ا زائد ن ناقص 1 في د. لو طلبت من حضرتك تجيب الحد السابع هتعمل ايه؟ هتحط النون ب7 فيطلع ا زائد 7 ناقص 1 هيبقى 6 د. قال لها طب الحد الثامن هيبقى ا زائد 7 د. طب الحد العاشر ا زائد 9 د. الحد ال20 ا زائد 19 د. بطرح بس واحد. طب ما جميل خالص. طب ما انت كده يا معلم اول سؤال اتعلى يا عم في ثانيه. الحد السادس، الحد السادس قانونه اسمه ا زائد 5 د. طب ما هي الالف بكام؟ الف ب 95 يا باشا. الف ب 95 يا باشا اهو، زائد 5 في د يعني 5 في سالب 3. جميل موت. هيطلع هنا 95 ناقص 15 هيطلع الناتج ب 80. ده كده يا باشا اول مطلوب. طب يا عم المطلوب الثاني عايزين رتبه الحد اللي قيمته 68. خلاص يا عم حط ح ن بيساوي 68. طب الح ن قانونها اسمه ايه؟ قال لك طب انا حافظه اسمه ا زائد ن ناقص 1 في د بيساوي 68. معاك ايه؟ معايا الالف معايا الدال هجيب النون بس كده اهو. يلا ا بكام؟ 95 زائد ن ناقص 1. الدال بكام يا باشا؟ الدال بسالب 3. الكلام ده كله بيساوي 68. ودي ال 95 الناحيه الثانيه فيبقى عندنا ن ناقص 1 في سالب 3 بيساوي 68 ناقص 95 هيطلع سالب 27. هنقسم على السالب 3 على السالب 3 هيطلع ان ن ناقص 1 بتساوي 9 يعني النون بتساوي 10. يعني يا باشا الحد اللي قيمته 68 هو الحد العاشر. هو الحد كام؟ العاشر. طب جميل قوي جميل قوي. تعالى يا باشا المطلوب الثالث. المطلوب الثالث عايز رتبه اول حد سالب. احنا اتفقنا الملحوظه بتقول لك ايه؟ اول حد سالب بنحط يا معلم ح ن اقل من الصفر. حط ح ن اقل من الصفر. يعني ح ن اقل من الصفر يعني ح ن ده حافظ قانونها اسمه ا زائد ن ناقص 1 في د اقل من الصفر. ا بكام؟ هتقول لي 95 زائد ن ناقص 1. د بكام؟ تقول لي يا باشا سالب 3 اصغر من الصفر. عايز ايه؟ عايز النون. وانا معايا الالف ومعايا الدال بجيب النون بس. هودي ال 95 الناحيه الثانيه فهيبقى يا باشا ن ناقص 1 في سالب 3 اقل من سالب 95. هنقسم على السالب 3 على السالب 3 وما تنساش لما بنقسم على السالب بنغير العلامه. وركز بقى في اللي جاي. 9 على 3 فهي 3، 5 على 3 فهي الواحد ويتبقى لنا 2 على 3. ودي الواحد الناحيه الثانيه هتبقى النون اكبر من 32 و2 على 3. ايه ده؟ النون اكبر من 32 و3. هعمل ايه بقى ساعتها؟ اخد يا باشا النون بتساوي 33. يعني انت بتعمل ايه؟ بناخد الرقم الصحيح اللي اكبر او اصغر من الرقم اللي انت بتطلعه، لان النون دايما لازم تكون ارقام صحيحه. طب باخد الرقم الاكبر ولا الاصغر على حسب العلامه. اكبر هاخد الاكبر، اصغر هاخد الاصغر. طب هو معنى الجمله دي ايه بقى؟ معنى الجمله دي يا باشا ان المتابعه يا معلم، المتابعه اللي معاك دي كانت بتقل لحد ما هتقلب ثواب. بقى 95 92 89 بعدها كام يا عم الحاج؟ بعدها نقص 3 نقص 3 نقص 3 لحد ما هتلاقي نفسك قلبت سالب. طب قلبت سالب امتى؟ عند الحد ال 33. طب تيجي نتاكد؟ تعالى يا باشا جيب الحد 33 فهيبقى قيمته ا زائد 32 د. ا ب 95 زائد 32 د بسالب 3. قال له طب ما كده 95 ناقص 96 هيطلع سالب 1. اذا فعلا اول حد سالب هو الحد ال 33. جميل. شوف يا باشا المطلوب الاخير. المطلوب الاخير بيقول لك ايه؟ عايزين رتبه الحد يا جدعان الذي تقل قيمته عن 25. يبقى اذا على طول ح ن اقل من 25. طب ما يلا ح ن دي قانونها ايه؟ ا زائد ن ناقص 1 في د اقل من 25. معاك ايه وناقصك ايه؟ معايا الالف معايا الدال ناقص النون. ده يعني في كل المسائل انا بحط العلاقه بيكون معايا الالف والدال بجيب النون بس يا عم. الف بكام؟ ب 95 زائد ن ناقص 1 د بسالب 3 اقل من 25. وادي ال 95 فيبقى ن ناقص 1 في سالب 3 اقل من 25 ناقص 95 هيطلع سالب 70. هنقسم على السالب 3 على السالب 3 يبقى ن ناقص 1 اكبر من 7 على 3 فيها الاثنين ويتبقى لنا 1. 10 على 3 فيها الثلاثه ويتبقى لنا ثلث. يبقى النون هتبقى اكبر من 24 وثلث. الرقم الصحيح اللي اكبر من 24 وثلث ال 25. يبقى اول حد تقل قيمته عن 25 هو الحد ال 25. عايز تتاكد؟ روح جيب قيمته. جيب قيمه الحد ال 25 هتلاقي قيمته اقل من 25 على طول. حلو الكلام؟ مفيش اي مشكله في المثال ده. خش على اللي بعده على طول. السؤال يا سيدي اللي بعده بيقول لحضرتك في المتابعه الحسابيه سالب 42 سالب 39 سالب 36 لحد 21. اول ما نبص المتابعه زي ما اتفقنا بنطلع 3 حاجات. الف انت عارف ان هي بسالب 42. بعد كده الدال اي حد ناقص اللي قبله سالب 39 ناقص 42 يطلع 3. وبعد كده الحد الاخير يا باشا اللي هو 21. حلو. الحد الاخير عندنا 21. يلا تعالى اول مطلوب بيقول لك اوجد عدد حدود المتابعه. وانا اتفقت معاك عدد حدود المتابعه دايما بيطلع من قانون الله اللي هو بقى لام بتساوي
أ زائد ن ناقص 1 في د. انت معاك ايه؟ فكر كده. معانا اللام، معانا الألف، معانا الدال، جيب النون. قال له برضه والله اللام بكام يا عم الحاج؟ اللام ب 21. الألف بسالب 42 زائد ن ناقص 1 في 3. ودي ال 42 الناحية التانية. 21 زائد 42 ب 63 بتساوي ن ناقص 1 في 3. هنقسم على الثلاثة، نقسم على الثلاثة يبقى كده ن ناقص 1 ب 21، يبقى كده النون ب 22. يبقى ايه ده؟ يبقى اذا كده يا باشا عدد الحدود ب 22. طب واحد هنا بقى يقف فكر ثانيه، يقول لي مش انت كنت بتقول لي ان النون ديت بنسميها رتبه الحد؟ ازاي رتبه الحد طلعت هي نفسها عدد الحدود؟ ما هو لان ديت مش رتبه اي حد، دي رتبه الحد الاخير. يعني انت تعالى نفكر مع بعض كده، لو الحد الاخير رتبته 22، يعني هو الحد الاخير هو الحد ال 22، يبقى هم كام حد؟ 22 حد. يبقى اذا رتبه الحد الاخير هي نفس عدد الحدود. حلو عشان كده قلت لك احنا بنستخدم قانون اللام عشان نجيب عدد الحدود. اذا عدد الحدود بكام يا باشا؟ ب 22 حد. المطلوب الثاني قال لك اوجد رتبه وقيمه اول حد موجب. خلاص احنا فهمنا، اول حد سالب بنحط ح ن اقل من الصفر، اول حد موجب بنحط ح ن اكبر من الصفر. طب ح ن قانونها ايه؟ اهو أ زائد ن ناقص 1 في د اكبر من الصفر. معاك ايه؟ معاك الالف، معاك الدال. هنجيب النون. أ بكام؟ بسالب 42 زائد ن ناقص 1 د بكام؟ هتقول لي 3 اكبر من الصفر. ودي 42 الناحيه الثانيه يبقى ن ناقص 1 في 3 اكبر من 42. هنقسم على الثلاثه يبقى ن ناقص 1 اكبر من 14. ودي الناحيه الثانيه يبقى النون اكبر من 15. اخد بقى كام؟ ال 15؟ لا طبعا، حتى لو هو رقم صحيح يا باشا هنا ما فيش علامه يساوي، انت بتاخد كده الرقم اللي اكبر منه او الاصغر منه. يبقى اول حد موجب هو الحد ال 16. عايزين قيمته؟ جيب الحد ال 16 عادي. حد 16 قانونه ايه؟ قال لك هتبقى أ زائد 15 د. طب ما أ بكام؟ أ بسالب 42 زائد 15 في د يعني 15 في 3 ب 45، هيطلع الناتج ب 3. يبقى اول حد موجب قيمته ب 3. حلو. تعالى بقى في الحته اللي بعدها. عايزين هنا قيمه يا باشا الحد التاسع من النهايه، وده سؤال لذيذ قوي. الحد التاسع من النهايه ده قدامنا فتره. حاجه نفكر، انت لسه قايل لي ان عدد الحدود المتبعه ده كان 22 حد. لو انا عايز اجيب الحد التاسع من النهايه، بص طب انا هخليني بدائي ونعدهم على ايدنا. اخر حد هو الحد 22، اللي قبل 21 20 19 18 17 16 15 14. يعني الحد التاسع من النهايه هو الحد ال 14. في كده ايرور حصل في دماغي، ليه؟ لان هم 22 حد. 22 حد لو نقصت منهم 9 هيدوني 13 مش 14. ايه يا عم الحوار ده؟ قال لك ما هو دي حته حلوه قوي. بقول لك ايه، لو عايزين نجيب يا شباب رتبه الحد من البدايه وانت معاك رتبته من النهايه، فبقول لك رتبه الحد من النهايه بيكون عباره عن عدد الحدود ناقص رتبته من النهايه بس بنزود 1. قال له طب ما حلوه دي. طب انا بزود واحد ليه؟ لان انت بص يا جماعه، لما انت بتيجي تعد من الاول ما بنعدش الصفر معانا، بنقول 1 2 3 4، لكن لما نيجي نعد من الاخر بنعد لحد ال 22 معانا، فلازم نزود 1 لان اخر حد بيتعد معانا. يعني معنى كده ان لو عايز تجيب الحد من البدايه هنقول عدد الحدود اللي هو 22 ناقص رتبه الحد من النهايه اللي هو التاسع، بس هنزود 1 هيطلع 14. انت عارف ده معنى ايه؟ ان الحد التاسع من النهايه هو نفسه الحد ال 14 من البدايه. طب ما الحد ال 14 حافظ قانون اسمه أ زائد 13 د، وأ معانا بسالب 42 زائد 13 في 3 هيطلع سالب 42 زائد 39 هيطلع الناتج بسالب 3. واحد يقول لي انا عندي حل تاني اسهل بكتير واسرع بكتير. انا عارفه يا عم الحل ده، هفكرك بيه. مش شكل المتابعه كان اسمه أ زائد د، أ زائد 2 د، ده من البدايه. اخر حد كان اسمه لام، اللي قبله لام ناقص د، اللي قبله لام ناقص 2 د، وهكذا وهكذا وهكذا. قال لا يعني انت كل مره هنا بتزود د وكل مره هنا بتنقص د. فانت لو عايز الحد التاسع من البدايه بنقول أ زائد 8 د. طب الحد التاسع من النهايه قول لام ناقص 8 د. قال لا طب ما حلوه دي، حد تسع من النهايه على طول يا عم هكتبها لام ناقص 8 د. طب اللام بكام؟ اللام يا باشا ب 21 ناقص 8 في 3 هيطلع 21 ناقص 24 هيطلع سالب 3. قال لا هو طب ما خلاص يا عم بقى فكك بقى من القانون ده. قال لك لا ده القانون ده مهم، ده فوق بيسال عليه. يعني يجي يقول لك مثلا في مساله ايه، شوف الحته دي هو بيحب السؤال ده قوي، يقول لك ايه اذا كان الحد العاشر من البدايه، الحد العاشر من البدايه ماشي يساوي الحد ال 15 من النهايه، اوجد عدد الحدود. اوجد ايه؟ عدد الحدود.
هنا بقى لازم استخدم القانون. رتبة الحد من البداية 10 بتساوي عدد الحدود اللي انت عايزه ناقص الرتبة من النهاية بس بنزود 1. قال لها طب ما كده حلوه خالص، دول كده سالب 14 وده لما الثانيه 10 و14 يبقى عايز حدود 24. ايه ده؟ يعني هو ممكن يسالنا على القانون ده لوحده؟ للاسف. عشان كده لازم تبقى انت عارف الطريقتين. حلو. اخر مطلوب يا باشا بيقول لك هل يوجد حد قيمته سالب 11؟ طب ما عادي احط ح ن بيساوي سالب 11 واشوف. واحد يقول لي طب ماشي انا هعرف منين ان هو مفيش؟ هنطلع النون. والله لو النون ده رقم صحيح يبقى فيه كسر. مفيش، ما انت عارف ان لازم تكون ارقام صحيحه. يلا ح ن قانون اسمه ايه؟ الف زائد ن ناقص 1 في د بتساوي سالب 11. الف بسالب 42 زائد ن ناقص 1 في د اللي هي ب 3 بتساوي سالب 11. بصوا يا شباب، شوف بس احنا متفقين. الكتاب بيحب يفك دي، انا ما بحبهاش. انا هسيب اودي الناحيه الثانيه واسم اسهل لي. انا بحس ان هي اسهل. فانا هودي 42 بالموجب، فهيبقى ن ناقص 1 في 3 بتساوي 42 ناقص 11 ب 31. هنقسم على الثلاثه هيطلع ن ناقص 1 بتساوي 10 وثلث. ودي الواحد يبقى النون هتساوي 11 وثلث. هل ينفع النون تكون كسر؟ لا، اذا لا يوجد حد قيمته يا شباب سالب 11. حلو جدا جدا جدا. وانت كده بدات تلضم الدنيا. شوف بقى، بصوا بقى يا شباب، السؤال بقى دلوقتي ممكن يتعكس ويبقى الموضوع بتاعنا ازاي نعين، اسمه تعيين المتتابعه الحسابيه. يعني ايه؟ يعني المسائل اللي حضرتك شفتها اللي فاتت كان الراجل بيديلك المتتابعه ويبدا يسال على المتتابعه، لكن في السؤال ده بقى او في الاسئله اللي جايه الراجل بيعمل ايه؟ بالعكس، بيديلك معلومات ويقول لك عين انت المتتابعه، كون انت المتتابعه. فانت شغلك حضرتك ان انت تترجم بس. ترجم ازاي؟ يعني بص يا باشا، هو الراجل بيقول لك ايه؟ بيقول لك اوجد المتتابعه الحسابيه التي حدها الثالث بيساوي 11. ح 3 بيساوي 11 وحدها السادس بيساوي 20. ماشي يا عم، حدها السادس بيساوي 20. انا كده يا باشا ترجمت اهو. هترجم بقى القوانين. ترجم القوانين. يلا يا عم، حد التالت قانون اسمه ايه؟ حد التالت قانون يا باشا اسمه الف زائد 2 د ده بيساوي 11. طب الحد السادس قانون اسمه ايه؟ الف زائد 5 د بيساوي 20. ايه ده انا دلوقتي طلع معايا كام معادله؟ دول معادلتين في مجهولين اتحلوا اما بالحذف اما بالتعويض. قال لا طب ما ده سهله خالص، ده انا كل اللي هعمله ايه؟ بالطرح يا باشا. اطرح يا عم المعادلتين من بعض. الف ناقص الف راحت، 2 د ناقص 5 د بسالب 3 د، 11 ناقص 20 بسالب 9، اقسم على السالب 3 على السالب 3، اذا الدال بتساوي 3. جبت الدال؟ قال لك ارجع وجب الالف. يلا يا باشا حط الدال ب 3، 2 في 3 ب 6 يبقى الف زائد 6 بيساوي 11. يبقى اذا الف بيساوي 5. الف ده اللي يمين اللي هو الحد الاول. بعد كده كل مره هنزود 3 فيبقى 5 اللي بعده 8 اللي بعده 11 اللي بعده 14 وهكذا وهكذا وهكذا. كده انت كونت المتابعه. يعني انت عشان تكون المتابعه انت محتاج بس حاجتين، الالف والدال اللي هو اول حد والرقم اللي انت هتزوده او هتنقصه. جميل جدا. ماشي، ده مساله يا باشا. تعال نشوف كمان مساله يا سيدي. السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ متابعه حسابيه فيه الحد الثاني زائد الرابع ب2، الحد السادس زائد السابع زائد الثامن بسالب 45. اوجد المتابعه. ترجم على طول. الحد الثاني الف زائد د. ماشي. الحد الرابع الف زائد 3 د بتساوي 2. جمع يا باشا الف والف 2 الف. د و3 د 4 د بتساوي 2. ما تيجي نقسم على الاثنين يبقى الف زائد 2 د هيساوي 1. قال لها كونت معادله جميله. خش هنا. الحد السادس الف زائد 5 د، الحد السابع الف زائد 6 د، الحد الثامن الف زائد 7 د بتساوي سالب 45. جمع يا باشا يلا. الف والف والف يدينا 3000. 5 د و6 د 11 د زائد 7 د ب 18 د بسالب 45. ما تيجي نقسم على الثلاثه يبقى اذا الف زائد 6 د بتساوي سالب 15. قال له المعادلتين حلوه بس يا عم زي الفل يا باشا. جبنا معادلتين حطهم يا باشا تحت بعض. يلا الف زائد 2 د بيساوي 1 والثانيه الف زائد 6 د بتساوي سالب 15. يلا يا باشا اطرح. الف ناقص الف راحت، 2 د ناقص 6 د بسالب 4 د، 1 ناقص 15 ب 16. هنقسم على السالب 4 على السالب 4 اذا الدال بتساوي سالب 4. جبت الدال بسالب 4 حطها اهو. 2 في سالب 4 في سالب 8 يبقى الف ناقص 8 بتساوي 1 يبقى الف بتساوي 9. اذا اول حد ب9 وكل مره هنطرح 4 فاللي بعده هيبقى 5 بعده هيبقى 1 وهكذا 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 لان كل مره هننقص 4. حلو جدا. بص على المساله اللي بعدها. يلا يا باشا المساله اللي بعدها بيقول لك ايه يا سيدي في المساله اللي بعدها بيقول لك معانا متابعه حسابيه حدها الثاني 5 امثال حدها السادس. اهو حدها الثاني 5 امثال حدها السادس. وبعدين مجموع مربعي حديها الاول والرابع بيساوي 405. جميل موت. خلي بالك في فرق ما بين كلمه مجموع مربعي ومربع مجموع.
احنا دايما بنبدا من الاخر، مجموع مربعاي يبقى انا هربع وبعد كده اجمع، لكن لو قلت مربع مجموع هجمع الاول بعد كده اربع كل. ايه ده؟ يعني لو قلت هنا في المساله ديت مربع المجموع كنت هتكتب ح واحد زائد ح 4 الكل تربيع، لكن انا قلت ايه؟ مجموع مربعاي، ربع الاول بعد كده اجمعهم. طب يلا ترجم يا باشا يلا. الحد الثاني ا زائد د بيساوي 5. الحد السادس ا زائد 5 د. فك يبقى ا زائد د بتساوي 5 ا زائد 25 د. جيب دي الناحيه الثانيه، 5 ا ناقص ا يدينا 4 ا. 25 د ناقص د ب 24 د بتساوي صفر. اقسم على 4 يبقى ا زائد 6 د بتساوي صفر. ده اول معادله. ماشي يا باشا، روح هنا يلا. الحد الاول تربيع يعني ا تربيع. الحد الرابع تربيع يعني ا زائد 3 د الكل تربيع. الكلام ده بيساوي 405. هنا بقى المعادلتين ما ينفعش يتحلوا بالحسب، غصب عن حضرتك لازم تحلهم بالتعويض، لان دي معادله تربيعيه ودي معادله من الدرجه الاولى. هنعمل ايه؟ سهله قوي، هنجيب منها الالف. يلا يا باشا اهو، ودي الناحيه الثانيه يبقى ا بتساوي سالب 6 د. نحط انا بقى سالب 6 د اهو الكل تربيع، زائد هنا سالب 6 د زائد 3 د الكل تربيع بتساوي 405. يلا يا باشا، سالب 6 د لما تربعها تبقى 36 د تربيع، وديت سالب 3 د لما اربعها تبقى 9 د تربيع بتساوي 405. دول مجموعهم 45 د تربيع بتساوي 405. هنقسم على 45 على 45، اذا د تربيع بتساوي 9. لما ناخد الجذر هيطلع الدال بموجب او سالب 3. قال لا هو ينفع؟ طبعا، ده كده الدال لها قيمتين، يبقى كده الف لها قيمتين، يبقى كده هيبقى في متتابعتين، هيبقى في حلين. ركز يا باشا في الكلام الحلو. جميل. طب ما يلا حط الدال مره ب3 ومره بسالب 3. يلا يا عم، لما احط الدال ب3 هيبقى سالب 6 في 3 بسالب 18. ده امتى؟ لما الدال ب3. طب لما تحط الدال بسالب 3 يطلع موجب 18. ده لما الدال بسالب 3. ركز بقى كده، يبقى اول متتابعه سالب 18، وكل مره هنزود 3 سالب 15 سالب 12 وهكذا. لكن اللي بعدها اول حاجه 18 وكل مره هننقص 3 تبقى 15 12 وهكذا. حلو جدا. السؤال اللي بعده بقى يا باشا ده سؤال جميل وعايز ملحوظه لذيذه. السؤال اللي بعده بيقول لحضرتك معانا 3 اعداد تكون متتابعه حسابيه، مجموعهم 21، حصل ضربهم 231، اوجد هذه الاعداد. قال لك والله هم 3 اعداد بيكونوا متتابعه حسابيه. متتابعه حسابيه يعني 3 اعداد ورا بعض. طب واحد ممكن يقول له مثلا ممكن ابدا من الحد الاول، يعني ممكن مثلا اقول الف والف زائد د والف زائد 2 د عادي. وهقول لك طب ما ممكن اعمل لهم الف زائد د الف زائد 2 د الف زائد 3 د عادي. ايه ده؟ يعني بمزاجي. بس في يعني ملحوظه ممكن تسلك الدنيا. لما يجي يقول لك معانا اهو 3 اعداد تكون متتابعه حسابيه، او يجي يقول لك في تتابع حسابي يفضل الاعداد دي تفرضوا كده. بفرض الحد الاولاني بالف، اللي في النص ده الف، واللي قبله بسميه الف ناقص د، واللي بعده بسميه الف زائد د. ليه؟ لان هو بيدي لك مجموعهم، فلما تيجي تجمعهم السالب د تروح مع الموجب د يتبقى لك الف والف والف يدينا 3 الف. قال لا طب ما كده 3 الف و21 كده طلعت الالف، يبقى انا كده طلعت واحد في ثانيه، بقول المجال في ثانيه. طب افرض ما كانوش 3 اعداد وكانوا 4 اعداد. انا عايز برضو فرض يعمل نفس الحوار كده. طب افرضه ازاي؟ افرض الف قبله الف ناقص د الف ناقص 2 د، وبعد كده الف لو عملت الف زائد د كده هيبقى 5 حدود مش 4 حدود. طب انا عايز اعمل نفس الفكره. قال لك بص، هنفرض الاولاني اسمه الف ناقص 3 د، واللي بعده الف ناقص د، كده احنا بنزود 2 د، فاللي بعده هيبقى الف زائد د، واللي بعده هيبقى الف زائد 3 د. قال لا عشان تعمل نفس الفكره. شوف لما تيجي تجمع دول مع بعض، السالب 3 د هيروح مع موجب 3 د، والسالب د هيروح مع موجب د، الف والف 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 يدينا 4 الف. دي تخلص لك الحوار بتاع السؤال ده في ثانيه. ازاي يا عم؟ بص كده اهو. تعالى يا سيدي، عندنا 3 اعداد تكون متتابعه حسابيه، مجموعهم كام؟ 21. تقول له اهو نفرض الاعداد الف واللي قبله الف ناقص د واللي بعده الف زائد د. كده يا باشا جيب مجموعهم اهو. المجموع اجمع ده مع ده مع ده هيدينا 3 الف بيساوي 21. هنقسم على 3 يبقى الف بتساوي 7. اذا كده الاعداد اصبحت 7 ناقص د 7 زائد د. كده انا محتاج كمان علاقه اجيب منها الدال، وكده جبت جبت الارقام على طول. طب فين العلاقه الثانيه؟ اهي. كمل يا باشا السؤال. قال لك حصل ضربهم 231. جيب يا باشا اهو، هنضرب 7 ناقص د في 7 زائد د في 7، الكلام ده بيساوي كام يا باشا؟ 231. طب دول في بعض يا باشا فرق بين مربعين، بيطلع مربع الاول ناقص مربع الثاني في 7 بيساوي 231. طب انا كده ممكن اقسم على 7. قال له يبقى كده 49 ناقص د تربيع. تعال نجيب دول 23 على 7 فهي 3 ويتبقى لنا 2 فكده 3 برضه. ايه ده؟ طب ما كده نجيب الد تربيع هنا و33 هنا. 49 ناقص 33 يبقى 16 بتساوي د تربيع. هناخد الجذر يطلع الد بموجب او سالب 4. حط لي بقى هنا كده
حط مره الدال ب4 والدال ب7 4. بص كده، لو حطينا الدال ب4، 7 ناقص 4 ب3، و7 زائد 4 ب11، كده 3 و7 و11. طب لو حطينا سالب 4 هيبقى هنا 11 و7 و3. قال لا ده رايقه موت، يعني كده الارقام 11 و7 و3 او 3 و11 و7، يا اما الارقام صعوديه ولا تنازليه، بس هم نفس الارقام. لو كان 4 اعداد كنت فرضتهم نفس الفرض اللي انا قلته، الف ناقص د، الف ناقص د، الف زائد د، الف زائد 3 د، وعملت نفس الحوار بالظبط، وانت كده قدرت تكون المتتابعه الحسابيه. يبقى انت كده المتتابعه الحسابيه تعرف لو انا اديتها لك تجيب عليها شويه مطالب، وتعرف لو انا اديتك يا باشا معلومات عنها تكونها انت، وكده ده انت عملت العكس. جميل جميل. اللي بعد كده تيجي نشوف، يلا بينا. بقى يا سيدي في المتتابعات عندنا يا شباب حاجه اسمها الوسط الحسابي. ما هو الوسط الحسابي يا شباب؟ بص يا سيدي، الوسط الحسابي لو انا معايا متتابعه حسابيه اسمها الف وباء وج، بس دي كده متتابعه حسابيه، يعني دول في تتابع حسابي، نقول الارقام ديت في تتابع حسابي. قال لك يا شباب الرقم اللي في النص ده بنسميه وسط حسابي. ايه يا معلم الرقم اللي في النص ده؟ هو اي رقم موجود ما بين حدين في المتابعه الحسابيه. المتابعه الحسابيه اي رقم موجود ما بين حدين بنسميه وسط حسابي. الوسط الحسابي هو اي رقم موجود ما بين حدين في المتابعه الحسابيه. طب يا باشا ده قانون ايه؟ تعال اقول لك. هو مش دي طالما متابعه حسابيه وانت عارف ان المتابعه الحسابيه الفرق ما بين اي حد واللي قبله لازم يطلع مقدار ثابت؟ قال لك اه. طب ما نيجي نطبق هنا، طالما دي متابعه حسابيه يبقى اي حد ناقص اللي قبله مقدار ثابت. اي حد ناقص اللي قبله ازاي؟ يعني لما اطرح ده ناقص ده المفروض يطلع هو ده ناقص ده. يعني لما اطرح باء ناقص الف المفروض يساوي ج ناقص باء. طب ما انا لو جبت الباء مع الباء وجبت ده مع ده، باء مع باء يبقوا 2 باء، ودي تروح الناحيه الثانيه تبقى الف زائد ج. طب انا لو عايز اجيب الباء هقسم على الاثنين فيبقى الف زائد ج على الاثنين. يعني الوسط الحسابي ما بين اي حاجتين بيساوي الرقم اللي قبله زائد اللي بعده على الاثنين، مجموعهم على الاثنين من الاخر، مجموع الرقمين على الاثنين. وسط حسابي بين اي رقمين مجموعهم على الاثنين. بس هنا انت لازم تفهم حاجه، ان المتابعه الحسابيه كان شكلها اسمه الف، الف زائد د، الف زائد 2 د، واخر حد كان اسمه لام، واللي قبله لام ناقص د، واللي بعده يا سيدي لام ناقص 2 د، وهكذا. انت قلت لي ان الوسط الحسابي هو الحاجه اللي موجوده ما بين حاجتين في المتابعه الحسابيه. طب تعالى بقى، ده كده في حاجه قبله يبقى ده مش وسط، مفيش حاجه قبله في يبقى مش وسط. طب ده في حاجه بعده، لا ده مش وسط. امال يبقى فين الوسط؟ اهو ده وسط عشان في حاجه قبله وحاجه بعده. طب وده وسط عشان في حاجه قبله وحاجه بعده، هي نفس الكلام، حاجه قبله وحاجه بعده. ايه ده؟ يعني الوسط الاول هو الحد الثاني. طب الوسط الثاني هو الحد الثالث. قال لا لان اول حد ما هوش وسط، الوسط الاول الحد الثاني، الوسط الثاني الحد الثالث، والوسط الخامس الحد السادس. طب الوسط الاخير، تقول لي الوسط الاخير هو الحد قبل الاخير. طب الوسط اللي قبل الاخير هو الحد اللي قبل الاخير. معنى كده ان في علاقه ما بين عدد الحدود وعدد الاوساط. قال لك عدد الحدود بيساوي عدد الاوساط زائد 2. قال له مين الاثنين دول؟ اللي هم الحد الاول والحد الاخير. لا تعال نشوف الكلام ده بيقول لنا ايه يا باشا. يلا بينا. اول سؤال يا سيدي سؤال لذيذ خالص، بيقول لك عددين الفرق بينهم 3، وسطهم الحساب 7.5، اوجد عددين عشان بس افهمك قانون الوسط الحسابي. انت قلت لي عددين ماشي يا عم سموهم س وصاد، الفرق بينهم 3 يعني س ناقص ص بتساوي 3. طب وبعدين وسطهم الحساب 7.5، هو ايه الوسط الحسابي؟ مجموعهم اللي هو س زائد ص على الاثنين بتساوي 7.5. اضرب في 2 يبقى س زائد الصاد بتساوي 15. حطهم بقى يبقى س زائد الصاد بتساوي 15. قال لها ايه الجمال ده؟ دول بقى معادلتين في مجهولين. يلا يا باشا اجمع المعادلتين، س وس 2 س، دول راحوا مع بعض يطلع 18، اذا الس بتساوي 9. حلو حطينا اهو 9 زائد كام يدي 15، يبقى الصاد بتساوي 6. اذا الرقم اللي معانا كام وكام؟ 6 و9. ايه ده سهل قوي دي. طب تعالى كده نشوف اللي بعدها. فكر معايا كده. بقول لك اهو السؤال يا سيدي تاني، عددين وسطهما الحساب 13. خلاص انا فهمت اللعبه. س زائد ص على الاثنين بتساوي 13، يعني س زائد ص بتساوي 26. طب وبعدين حصل ضربهم 168، يعني س في ص ب 168. اوجد العددين. احل دول ازاي؟ دي معادله جمع، معادله ضرب، ما ينفعش بالحذف. حلو بالايه؟ بالتعويض. جيب واحد من هنا، جيب مثلا هنا ص بتساوي 26 ناقص س، خد دي يا باشا حطها يا باشا في المعادله الجميله الثانيه. يعني هتبقى س، شيل الص حط مكانها 26 ناقص س بتساوي 168.
فك يا باشا، يبقى ده 26 س ناقص س تربيع بتساوي 168. هجيب دي الناحيه الثانيه واجيب دي الناحيه الثانيه، فتروح الناحيه الثانيه بس تربيع، ودي تروح بسالب 26 س، ودي زي ما هي موجب 168 يا باشا بتساوي صفر. حلو الكلام، حلو الكلام. طب وبعدين نحلل طبعا. ماشي، ال 168 دي كام في كام يا شباب؟ 12 في 14، يبقى دي س وس، ادي 12 ادي 14 وسالب وسالب، يبقى يا اما الس بتساوي 12 يا اما الس بتساوي 12 يا اما الس بتساوي 14. سؤال، لو حطينا هنا الس ب 12 اهو، لو الس ب 12 هيطلع الصاد بتساوي 14، ولو الس ب 14 هيطلع الصاد بتساوي 12. اذا كده العددين في الاول وفي الاخر هم 12 و14. نبدا بقى ايه، نتقلك الموضوع شويه. تعالى يا سيدي، الموضوع يتقال ازاي؟ السؤال جميل اهو، بيقول لك ادخل 11 وسط حسابي بين الرقمين 25 وسالب 11. لا نفهم بس السؤال الاول، هو عايز دخل ايه؟ عايز دخل 11 وسط حسابي بين الرقمين دول. طب ما انت فاهم ان الحد الاول والحد الاخير دول ما هماش اوساط، فلما اقول لك عايزين ندخل 11 وسط ما بين ده وما بين ده، يبقى اذا كده عدد الحدود بيساوي 13، اللي هم ال 11 وسط زائد الحد الاول والحد الاخير. معنى كده ان الف بتساوي 25 ده الحد الاول، والحد الاخير اللي هو الحد ال 13 بيساوي سالب 11. قال له طب ما دي جميله قوي دي، طب ما مش الحد 13 ده انت عارف قانونه؟ اه يا باشا، الحد 13 قانونه اسمه الف زائد 12 ده. حد 13 قيمته بسالب 11. الف يا باشا ب 25 زائد 12 الدال اللي مش عارف الدال، هودي ال 25 الناحيه الثانيه، سالب 11 وسالب 25 بسالب 36 تساوي 12 دال، اقسم على ال 12 على ال 12 هيطلع الدال بسالب 3. كده اقدر اكون المتتابعه كلها. شوف بقى كلام حلو هنا 25 اللي بعده هنقص 3 يبقى 22، اللي بعده هنقص 3 يبقى 19، اللي بعده يبقى 16 وهكذا. كده بتعمل ايه؟ بتنقص 3. طب انت كده لو بتنقص 3 كده هتعمل ايه؟ هنزود 3. اخر حد هنا سالب 11، اللي قبله سالب 8 وهكذا وهكذا. كده انت بتنقص 3 كده بتزود 3. دي اسمها ايه؟ دي اسمها المتتابعه كلها. هل انت عايز المتتابعه كلها؟ لا، ده انا عايز الاوسط يا باشا. لو انت عايز ال 11 وسط شيل الحد الاول والحد الاخير، شيل الحد الاول والحد الاخير. اذا الاوسط هما كام بقى؟ 22 19 16 لحد ما هنوصل للسالب 8، وكده يا باشا انت جبت الاوسط. سؤال جميل جدا 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 وينتج عن فهم عالي عالي عالي. السؤال يا سيدي بيقول لك إذا أدخلت عدة أوساط حسابية بين العددين 35 و3. ماشي يا عم، يعني ده الحد الأول وده الحد الأخير، وكانت النسبة بين مجموع الوسطين الأولين إلى مجموع الوسطين الآخرين 16 على 3. لا 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 كتير. من الوسطين الأولانيين أنت قلت لي أول حد ما هوش وسط، إذا الوسطين الأولانيين هما الحد الثاني والثالث. أنت عايز بقى النسبة، يبقى النسبة بين الحدين الثاني والثالث اهو كانت النسبه بين مجموع الوسطين الاولانيين، الوسطين الاولانيين اللي هم الحد الثاني والحد الثالث، الى مجموع الوسطين الاخرين اللي هم الحد اللي قبل الاخير واللي قبله كمان. ايه ده؟ طب ما الحد اللي قبل الاخير اسمه ايه؟ اسمه لام ناقص د، واللي قبله اسمه لام ناقص 2 د. قال له طب ما انا كان ممكن اترجم في ثانيه يا باشا. بص، الوسط الاول هو الف زائد د، الوسط الثاني الف زائد 2 د، دول كده اول وسطين. طب الاخرين بقى قال لك لام ناقص د ولام ناقص 2 د، دول اسمهم مجموع الوسطين الاولانيين ودول مجموع الوسطين الاخرين. حلو حلو، ترجم يا باشا كمل. يبقى الف والف 2 الف زائد 3 د. طب وتحت يا باشا 2 لام ناقص 3 د، دول مجموع الوسطين الاولانيين، اللي مجموع الوسطين الاخرين نسبتهم 16 على 3. بس عايز مني ايه؟ عايز عدد الاوساط. طب ما خلاص يا عم، انت معاك ايه؟ انا معايا في المساله الالف ومعايا في المساله اللام، طب ما هجيب الدال. ايه ده يا عم؟ طب ما لذيذ خالص. يلا يا سيدي، اهم حاجه تفهم ان دول كده الوسطين الاولانيين ودول كده الوسطين الاخرين. حلو حلو جدا. يلا يا باشا، حط الالف ب 35، 2 في 35 ب 70 زائد 3 د على 2 في 3 ب 6 ناقص 3 د، الكلام ده كله بيساوي 16 على 3. تعالى يا باشا يلا نجمع. جمع يا باشا طرفين وسطين، 3 في 70 ب 210 زائد 9 د هيساوي 6 في 16 ب 96 ناقص 48 د. هنجيب ايه؟ هنجيب الدال مع الدال، ارقام مع ارقام. فيبقى 9 د زائد 48 د يدينا 57 د. 96 ناقص 210 يطلع سالب 114. اقسم على 57 على 57 هيطلع الدال بتساوي سالب 2. كده حضرتك كونت المتتابعه. كده اول حد 35، اللي بعده 33، اللي بعده 31، كده كل مره هنقص 2. طب كده كل مره هزود 2.
كده انا كونت المتابعه كلها. عايزين بقى نجيب عدد الاوساط. طب فكر كده، ازاي نجيب عدد الاوساط؟ قال لك والله عشان نجيب عدد الاوساط طب نروح نجيب عدد الحدود. ايه ده، هو في علاقه بين عدد الحدود وعدد الاوساط؟ قايلين عدد الحدود بيساوي عدد الاوساط زائد 2. يعني لو معاك عدد الاوساط زود عليهم 2 تجيب عدد الحدود. طب لو معاك عدد الحدود نقص منهم 2 تجيب عدد الاوساط. مين الاثنين دول؟ اللي هم الحد الاول والاخير. طب انا بجيب عدد الحدود ازاي؟ من قانون اللام. لام بتساوي ا زائد ن ناقص 1 في د. لام ب3، ا 35 زائد ن ناقص 1 في سالب 2. وده 35، 3 ناقص 35 بسالب 32 تساوي ن ناقص 1 في سالب 2. اقسم على السالب 2 على السالب 2 يبقى ن ناقص 1 بتساوي 16، يبقى النون بتساوي 17. مين ال 17 دول بقى؟ ده عدد الحدود كلهم. اذا يا باشا عدد الاوساط بيساوي 15. شلت 2 اللي هم الحد الاول والحد الاخير. جميل جدا جدا جدا. وكده يا باشا حضرتك خلصت الدرس بتاع المتابعه الحسابيه بكل تفاصيله وكل افكاره. ايه اللي بعد كده؟ تعالى نشوف يلا. بعد كده بقى يا باشا دخلنا على حاجه كمان اسمها المتسلسله الحسابيه. لا طب معلش ما تيجي نفسر الكلمه الاولانيه الاول. هو يعني ايه اصلا كلمه متسلسله؟ ما هي المتسلسله؟ ايه هي المتسلسله؟ قال لك المتسلسله يا شباب هي مجموع حدود المتتابعه. مجموع حدود الايه؟ المتتابعه. يعني ايه؟ يعني دلوقتي لما اجي اقول لك 2 4 6 8 وهكذا لحد مثلا 100. حلو؟ دي كده اسمها متتابعه. حلو حلو. لو انت عملت كده اهو 2 زائد 4 زائد 6 زائد 8 زائد لحد زائد 100، دي بنسميها متسلسله. يبقى اذا المتسلسله هي مجموع حدود المتتابعه. طب هي لو متتابعه حسابيه يبقى المتسلسله دي اكيد متسلسله برضه حسابيه. يبقى اذا يا باشا المتسلسله الحسابيه هي مجموع حدود المتتابعه الحسابيه. طب ازاي يا باشا بنطلع المتسلسله الحسابيه ديت او بنطلع مجموع المتتابعه الحسابيه؟ قال لك تعالى نفكرك بشكل المتتابعه الحسابيه. شكل المتتابعه الحسابيه كان اول حد اسمه الف، اللي بعده الف زائد د، اللي بعده الف زائد 2 د، لحد اخر حد كان اسمه لام، اللي قبله لام ناقص د، اللي قبله لام ناقص 2 د، وهكذا 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 وهكذا. لو انا جيت قلت لحضرتك اجمع المتتابعه دي، فتعالى نفكر مع بعض كده. لو انا عايز اجمع الحدود دي كلها هعمل ايه؟ تعالى نفكر كده. تعالى نجمع الف مع اللام. فكر كده، اجمع الف زائد لام هيطلع الف زائد لام. طب اجمع اللي بعده مع اللي بعده. اجمع الف زائد د مع لام ناقص د. طب ما كده الدال هتروح مع السالب د هيتبقى لك الف زائد لام. قال لا. طب الف زائد 2 د مع لام ناقص 2 د، الاثنين دول هتروح مع السالب 2 د هيتبقى لك الف زائد لام. ايه ده؟ يعني ده مع ده هيدي لك الف زائد لام، ده مع ده الف زائد لام، ده مع ده الف زائد لام. يعني لو دول كانوا 20 حد هيدوا لك 10 الف زائد لام، لان انا باخد واحد من الاول مع واحد من الاخر يديك الف زائد لام، اول مع اخر يديك الف زائد لام. اذا من الاخر بيدي لك الف زائد لام في نص الحدود. يعني معنى كده ان انا ممكن اقول ان المجموع يا شباب ج ن ده بيساوي ن على الاثنين في الف زائد لام. والله فعلا اهو ن على الاثنين في الف زائد لام. طب ما اللام دي كان لها قانون، اللام دي كان قانونها اسمه ايه؟ اللام دي قانونها اسمه الف زائد ن ناقص 1 في د. اجمع عليها كمان الف يصبح القانون ن على الاثنين في 2 الف زائد ن ناقص 1 في د. قال له يبقى دلوقتي عندك قانونين، يا اما ن على الاثنين في الف زائد لام، يا اما ن على الاثنين في 2 الف زائد ن ناقص 1 في د. تفتكر هستخدم ده امتى؟ هستخدم ده امتى؟ باين قوي. هستخدم ده لو معايا الحد الاول والاخير، هستخدم ده لو مش معايا الحد الاخير بس معايا الاسم بتاع المتابعه. حلو جدا. طب يا عم الحاج هنا بقى مفيش افكار؟ لا ده في افكار كتير بقى جدا. تعال اقول لك مثلا اول فكره. اول فكره ان انت عشان يا باشا تجيب المجموع لازم يكون معانا عدد الحدود. طب لو انت مش معاك عدد الحدود لازم تجيبه. طب عدد الحدود بيجي منين؟ من قانون اللام. ادي فكره. يبقى هو لو في المساله ما ادالكش عدد الحدود، اول حاجه روح جيب انت عدد الحدود. ماشي يا باشا. بعد كده لو قال لك انا عايز مثلا عدد الحدود اللي يخلي المجموع 200 يساوي الجمنون ب 200. طب لو قال لك انا عايز عدد الحدود اللي يخلي المجموع موجب، حط الجمنون اكبر من الصفر. المجموع سالب، جمنون اصغر من الصفر، زي الحد العام بالظبط. انت فاهم الكلام كده؟ لكن الحته بقى هنا بقى مهمه قوي. فعندنا حاجه اسمها اكبر حد وكلمه اصغر حد. ايه ده؟ لا معلش، لا فهمني. بص يا باشا دلوقتي يا جماعه انا لو معايا متابعه مثلا 15 ماشي، 15 وبعد كده 10 5 0 سالب 5 سالب 10 سالب 15 سالب 20 وهكذا. بص يا باشا بقى كده الكم مساله او السؤال الجميل ده. بص يا باشا لو انا قلت لك تعالى نجمع يا شباب الحدود كام من الاول؟ ماشي، اجمع ده مع ده هيطلع 25. اجمع ده عليهم ده 5 يطلع 30.
اجمع لهم صفر يطلع 30، اجمع لهم سالب 5 يطلع 25، اجمع لهم سالب 10 يطلع 15، اجمع لهم سالب 15 يطلع صفر، اجمع لهم سالب 20 يطلع سالب 20. شوف بقى الحته الحلوه دي. اكبر مجموع حصل امتى؟ اكبر مجموع اللي هو حصل 30. مين بقى ال 30 ده؟ ده مجموع الحدود الموجبه بس. لما دخلنا على ارقام سالبه الرقم بدا يقل بس لسه موجب لسه موجب لسه موجب لحد ما قلب لسالب. اذا هنا عدد الحدود اللي يخلي المجموع اكبر ما يمكن كان 3 حدود. عدد الحدود اللي يخلي المجموع موجب لحد هنا كده. عدد الحدود اللي يخلي المجموع سالب لحد هنا كده. طب ده يا عم الحاج افرق بينهم ازاي؟ اقول لك بقى يا سيدي. لو قال لك انا عايز اجيب اكبر مجموع يبقى انت عايز تجيب مجموع الحدود الموجبه فقط. ساعتها هتعمل ايه؟ ساعتها هتحط الحاجه اكبر من الصفر عشان نجيب اول حد موجب اللي هو ده مثلا الحد الثالث ونجمعهم. حلو. طب افرض قال لك يا باشا انا عايز اصغر مجموع، اصغر مجموع ده يا عم الحاج خلاص بقى انت فهمت الحته، يبقى اسمه مجموع الحدود السالبه فقط. طب نعمل ساعتها بنحط حاجه اصغر من الصفر عشان نجيب اول حد سالب وبعد كده نجمع الحدود السالبه لوحده. لكن لو قال لك يا باشا انا عايز المجموع نفسه يكون موجب، المجموع موجب حط ج ن اكبر من الصفر، المجموع سالب حط يا باشا ج ن اصغر من الصفر. حلوه دي؟ حلوه دي. تمام كده انت فهمت الفرق ما بين الاربع جمل. طب افرض الراجل قال لك انا عايز مجموع 10 حدود ابتداء مثلا من الحد السابع، يبقى انت كده بدايتك مش من الحد الاول، بدايتك من الحد السابع، يعني الالف ما بقاش الالف، ما بقاش الحد الاول، يبقى لازم اجيب الحد السابع واحطه مكان الالف. حلو الكلام ده؟ حلو الكلام ده. طب لو جيت قلت لك مثلا مجموع اول 3 حدود ناقص مجموع اول حدين، ده يديك ايه؟ الحد الثالث. يعني لو قلت لك ج 3 ناقص ج 2 اكيد ده بيساوي ح 3. ج 5 ناقص ج 4 هيديك ح 5. ترجمها انت كده، مجموع 5 حدود ناقص مجموع 4 حدود هيديك مين؟ الحد الخامس. خلصت، مفيش اي مشكله خالص. دي كده افكار كلها ممكن تجيلك في المسائل. طب تيجي نشوفهم بيجوا ازاي؟ تعالى يا باشا نشوفهم بيجوا ازاي. بص يا سيدي، اول مساله، يلا يا عم. اول مساله بقول لحضرتك اوجد مجموع حدود المتابعه الحسابيه التي حدها الاول ب3، حدها الاول ب3 يعني الف ب3 وحدها الاخير ب21 يعني اللام ب21. حلو. وعدد حدودها ب10 يبقى النون بيساوي 10. قال له طب ما كان الراجل بيديك كل حاجه كده. عوض فينا قانون، القانون الاولاني اللي هو اسمه ايه يا باشا؟ ج ن بتساوي ن على الاثنين في الف زائد ل. فنون ب10 على الاثنين فيها الخمسه، الف ب3 ل ب21 هيطلع الناتج 5 في 24 هيطلع الناتج 120. ادي جبت السؤال. استخدمت القانون ده ليه؟ عشان معايا الالف ومعايا اللام ومعايا النون. حلو قوي. تعالى نشوف المثال اللي بعدها. المثال اللي بعده يا باشا بيقول لك ايه؟ في المتسلسله الحسابيه 24 21 18 اوجد مجموع 8 حدود الاولى. هنا معانا ايه؟ معانا الالف، معانا الالف بيساوي 24 ومعانا الدال اي حد ناقص اللي قبله بسالب 3 ومعانا عدد الحدود ب8. قال له معانا الالف والدال والنون. عايزين نجيب ايه؟ عايزين نجيب المجموع. هل ينفع استخدم القانون اللي هو الاولاني؟ لا طبعا. ليه؟ مش معانا اللام. هستخدم القانون الثاني اللي هو ن على الاثنين في 2 الف زائد ن ناقص 1 في د. يلا يا باشا عوض. ن بكام؟ ب8. 8 على الاثنين فعلى 4. 2 الف يعني 2 في 24 ب 48 زائد ن ناقص 1 يعني 7 في د اللي هي سالب 3. فيطلع الناتج 4 في 48 ناقص 21 فيطلع 4 في 27. نعمل الكلام كده 4 في 20 ب 80 80 و28 يطلع الناتج 108. وهذا اجابه السؤال. يبقى انت كده فهمت امتى استخدم القانون الاولاني وامتى استخدم القانون الثاني. حلو حلو. تعالى يا باشا بقى نبدا بقى شغل. ها شوف يا باشا كده دي. اوجد مجموع المتابعه الحسابيه اللي قدام حضرتك. معانا فيها ايه؟ الف بكام؟ ب 13. د بكام؟ 22 ناقص 10 ب9. لام بتساوي 139. طب انت عندك مشكله؟ عندك مشكله كبيره. ايه المشكله؟ مش معانا عدد الحدود. طب نعمل ايه؟ نروح نطلع عدد الحدود الاول. اهو يا باشا منين؟ من قانون اللام. لام بتساوي الف زائد ن ناقص 1 في د. لام بكام؟ ب 139. الف ب 13 زائد ن ناقص 1 في 9. بودي 13 الناحيه الثانيه. 139 ناقص 13 هيدينا 126 تساوي ن ناقص 1 في 9. هنقسم على 9 يبقى ن ناقص 1 بتساوي 126 على 9 هتكتبها الواحد ادي 4 يبقى النون بتساوي 15. جميل موت جميل موت. يبقى كده عدد الحدود بتاع المتابعه 15. هنا بقى اعرف استخدم القانون الاول الثاني اللي يعجبني. ساعتها يا باشا نستخدم القانون الاولاني اسهل. ج ن بتساوي ن على الاثنين في الف زائد ل. فالنون ب 15 على الاثنين ماشي في الف اللي هي 13 زائد لام اللي هي 139 فيطلع الناتج 15. هيطلع الناتج 15 على الاثنين في 152.
حلو، ونطلع نتيجه يا باشا بالاله الحاسبه، مفيش اي مشكله خالص. يبقى لو مش معاك عدد الحدود، اول حاجه جيب عدد الحدود يا باشا عشان تطلع مجموع المجتمع. جميل قوي. المساله بقى اللي بعدها بيقول لحضرتك ايه؟ عايزين مجموع 10 حدود، يعني النون بيساوي 10. قال له هو النون ديت في المتابعه الحسابيه كان اسمها رتبه الحد، امال النون هنا قال لك دي بنسميها عدد الحدود. يبقى النون هنا اسمها عدد الحدود، في الحاء نون كان اسمها رتبه الحد. ركز، يبقى في الجيم نون، جيم نون دي المجموع، النون بتاعتها عدد الحدود، لكن حاء نون ده الحد العام، النون بتاعتها اسمه رتبه الحد. حلو حلو، يلا يا باشا. اول مجموعه 10 حدود من المتابعه الحسابيه التي قدام حضرتك دي، ايه ده؟ طب كده الف ب3 والدال ب4، لا مش معانا. حلو، بس قال لك ابتداء من الحد الثامن، يعني بدايتنا الحد الثامن. قال له يبقى انا دلوقتي اول حاجه في المساله اروح اجيب الحد الثامن. ح 8 بيساوي الف زائد 7 د. الف بكام؟ ب3 زائد 7 الدال بكام؟ ب4، يطلع 3 زائد 28 يبقى دي 31. مين ده بقى؟ ده بدايتك، ده بدايتك مش الالف. ايه ده؟ يعني انا لما اجي اكتب قانون الجيم نون هستخدم القانون طبعا الثاني اللي هو نون على الاثنين في 2 الف زائد نون ناقص 1 في د. بس عارف بقى المفاجاه؟ هشيل الالف ده اهي، احط مكانها يا باشا الحد الثامن. هو ده بدايتنا، لان هو قال لك ابتداء من الحد الثامن، يبقى الحد الثامن يتحط مكان الالف. بس يا باشا عوض يلا. نون بكام؟ ده ب 10 على الاثنين. 2 الحد الثامن، الحد الثامن 31 زائد يا باشا نون ناقص 1. طب ما النون ب 10، 10 ناقص 1 ب9 في د اللي هي ب4، فيبقى هنا 5 وده 62 زائد 9 في 4 ب 36، وطلع الناتج يا باشا بالاله الحاسبه، مفيش اي مشكله. يبقى لو قال لك ابتداء من حد معين حط الحد ده يا باشا مكان الالف. جميل جدا جدا جدا. جميل يا باشا. المساله اللي بعدها بيقول لحضرتك اوجد اكبر مجموع. اكبر مجموع، طب بس المتابعه دي تعالى بس نطلع المعطيات. الف بكام يا باشا؟ 45. دال بكام؟ بسالب 4. مفيش لم؟ مفيش نون؟ لا. حلو، طب تعالى نفهم بقى. هو عايز اكبر مجموع، احنا اتفقنا اكبر مجموع ده مجموع الحدود الموجبه فقط. طب ده بنعرفه ازاي؟ بنحط الحاء نون اكبر من الصفر. حاء نون دي اللي ايه؟ اللي هي الف زائد نون ناقص 1 في د اكبر من الصفر. الف بكام يا باشا؟ 45 زائد نون ناقص 1، ده بكام يا باشا؟ بسالب 4 اكبر من الصفر، ودي ال 45 يبقى نون ناقص 1 في سالب 4 اكبر من سالب 45. هنسمع السالب 4، السالب 4 يبقى نون ناقص 1 اصغر من 11 وربع، ودي الواحد يبقى النون اصغر من 12 وربع. ايه الرقم الصحيح اللي اصغر من 12 وربع؟ اللي هو ال 12. مين ده بقى يا عم الحاج؟ ده بقى ده اخر حد موجب حضرتك. هتقول لي مش هي دي اسمها اول حد موجب؟ ما انا هفهمك. دلوقتي الارقام عماله تقل 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 تقل، اول حد موجب اللي هو بعده اللي هيبقى السالب هو الحد ال 12. انت عايز بقى اكبر مجموع، يبقى مجموع ال 12 حد دول بس، مالكش دعوه باللي بعدهم، لان اكبر مجموع مجموع الحدود الموجبه. يعني هعمل ايه؟ هكتب القانون الاولاني نون على الاثنين في 2 الف زائد نون ناقص 1 في د، بس هنحط النون ب 12. ف 12 على الاثنين فيها 6، 2 في الف على 2 45 ب 90 زائد 12 ناقص 1 ب 11 في د اللي هي بسالب 4 يا باشا، فهيبقى 6 في 90 ناقص 44 هيطلع 6 في 46، وطلع الناتج يا باشا بالحاسبه. الدنيا جميله. يبقى اكبر مجموع هو مجموع الحدود الموجبه فقط. يبقى انت هتجيب عدد الحدود الموجبه وتجمعهم. دي الملحوظه اللي قلتها. حلو قوي يا باشا. شوف بقى اللي بعدها على طول، شوف اللي بعدها على طول. قال لك اوجد اصغر عدد من الحدود يمكن اخذ متابعه ده ابتداء من الحد الاول ليكون المجموع سالب. هو ما قالش هنا اصغر مجموع، ولا كان عايز المجموع سالب. المجموع سالب حط الجيم نون اصغر من الصفر على طول. طب وفين الجيم نون ده؟ شوف المعطيات يا باشا. الف هنا بكام؟ 25. الدال اي حد ناقص اللي قبله بسالب 3. يلا يا عم، مش انت قلت الجيم نون اصغر من الصفر؟ تفتكر اعوض بقى قانون يا باشا؟ ما عندناش لام، يبقى لازم اعوض بالقانون ده اهو. نون على الاثنين في 2 الف زائد نون ناقص 1 في د اصغر من الصفر. تفتكر معانا ايه؟ معانا الالف، معانا الدال، عايزين نجيب النون برضه. تعالى يا باشا نكمل. ادي نون على الاثنين. شوف بقى الحته اللي جايه دي. 2 الف 2 في 25 ب 50 زائد نون ناقص 1 في د اللي هي بسالب 3. الكلام ده كله اصغر من الصفر. شوف الحته اللي جايه دي هتعجبك قوي. بص يا باشا، مش الطرف ده صفر؟ قال لك مش ده نون؟ طب ما تضرب نوت في 2 على نون. اضرب نوت في 2 على نون. قال له طب ما نون على الاثنين في 2 على نون هتروح، وصفر في اي حاجه بصفر هتروح. قال له طب ما كده بقى حلوت خالص. يعني من الاخر يا معلم لما يكون ده صفر شيل النون وخلص الموضوع. تعالى بقى يا معلم ودي ال 50 الناحيه الثانيه. تعرف انا شلت الصفر هنا ليه؟ شلت النون هنا ليه؟ هو المفروض اصلا ما ينفعش اقسم على ايه؟ مجهول. بس لان اصلا النون كده 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 اصلا ما ينفعش تكون بصفر، لازم النون تكون ارقام صحيحه، فمش هتفرق معانا حاجه. حلو حلو، يلا يا عم فك.
ودي ال 50 الناحيه الثانيه، فهيبقى ن ناقص 1 في سالب 3 اصغر من سالب 5. هنقسم على السالب 3 على السالب 3 يبقى ن ناقص 1 اكبر من 16 وتلتين. حلو، ودي الناحيه الثانيه يبقى النون اكبر من 17 وتلتين. الرقم الصحيح اللي اكبر من 17 وتلتين ال 18. اذا يا باشا ال 18 ده هو عدد الحدود اللي هيخلي المجموع سالب. يعني انت دلوقتي الحدود ديت موجب عماله بتقل 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 بتقل، هتفضل مجموعهم موجب، وبعد كده المجموع هيبدا يقل شويه يقل شويه يقل شويه يقل شويه لحد ما يقلب بيخلي المجموع سالب بعد كام يا باشا؟ بعد 18 حد. كده انت فهمت الكلمه بتاعت اكبر مجموع واصغر مجموع والمجموع موجب والمجموع سالب. شوف بقى يا معلم الاسئله اللي فيها ايه بقى؟ تشغيل دماغ شويه. بيقول لك كم حدا يلزم اخذه من المتبعه دي ليكون المجموع مساوي ل 135 ثم علل وجود اجابتين. لا نحل السؤال الاول بعد كده نفهم السؤال. هنا يا باشا الف معانا 35، هنا الدال بسالب 5. حلو حلو، انا عايز ايه؟ عايز الحدود اللي يخلي المجموع مساوي ل 135. جيب نون بيساوي 135. طب جيب نون قانونها ايه؟ نون على الاثنين في 2 الف زائد نون ناقص 1 في د، الكلام ده بيساوي 135. هنا بقى ما اقدرش اضرب في 2 على نون لان يا باشا ده مش صفر، سيبها. تعالى نبدا نعوض مع بعض واحده واحده. انا نون على الاثنين 2 في الف 2 في 35 ب 70 زائد نون ناقص 1 في د اللي هي بسالب 5، الكلام ده ب 135. اول حاجه بقى انا مش هشيل نون على الاثنين، انا بس هشيل الاثنين، هضرب هنا في 2 واضرب هنا في 2 فيصبح المقدار بقى، شوف كده كلام حلو، نون في 70. هنا بقى هفك، هضرب سالب 5 في نون بسالب 5 نون، سالب 5 في سالب 1 بموجب 5، لان طالما انت يا باشا مش هتودي الناحيه الثانيه فكها. الكلام ده بيساوي 135 في 2 ب 270. شوف بقى الحلاوه بقى، 70 زائد 5 ب 75 في نون يبقى ده 75 نون، سالب 5 نون في نون بسالب 5 نون تربيع بتساوي 270. ودي دول الناحيه الثانيه يا باشا يبقى 5 نون تربيع بالموجب ناقص 75 نون زائد 270 بتساوي صفر، وممكن نقسم على الخمسه. فلما اقسم على الخمسه هيبقى دي نون تربيع ودي يا باشا 15 نون ودي يا باشا 270 على الخمسه 27 على الخمسه فيها الخمسه اتبقى لنا 2 يبقى ده هنا 4 بتساوي صفر. وهنحلل، فلما نحلل ال 54 عباره عن 6 في 9 سالب وسالب، يبقى يا اما النون بستة يا اما النون بتسعة. وهنا بقى دي المفاجاه، النون هنا طلعت قيمتين والقيمتين موجبين والقيمتين ينفعوا. ما هو حضرتك بقول لك انا ايه؟ انا عايز عدد الحدود اللي يخلي المجموع 135. انت قلت لي ان عدد الحدود اللي يخلي المجموع 135 6 و9، يعني معنى كده ايه؟ ان مجموع الست حدود الاولى ب 135 ومجموع التسع حدود الاولى ب 135. الراجل بيقول لك بقى علل وجود اجابتين. بص بقى شوف الحلاوه، انا عشان افهمك المساله ديت كويس قوي انا هفكها يا عم معايا. بص شوف بقى كلمه حلو، انا عشان افك المساله دي يا باشا هفكها كلها بالتفصيل عشان انت تفهمها. بص يا سيدي، احنا بدانا ب 35 بعد كده 30 بعد كده 25 بعد كده 20 بعد كده 15 بعد كده 10 بعد كده 5 0 سالب 5. بس لحد هنا، بس لحد هنا عدهم كده معايا. ادي 1 2 3 4 5 6، ايوه دول مجموع اول 6 حدود، دول كده ب 135. شوف بقى المفاجاه، لما تجمع عليهم الثلاثه اللي بعدهم المفاجاه يا باشا ان دول 5 وصفر وسالب 5، دول مجموعهم بصفر. فمجموع التسع حدود برضه هيفضل 135. يعني ليه مجموع الست حدود بيساوي مجموع التسع حدود؟ لان يا باشا مجموع الحد السابع والثامن والتاسع مجموعهم بصفر، عشان كده مجموع الست حدود بيساوي مجموع التسع حدود. وهو ده تفسير السؤال الجميل بتاعنا. حلو قوي الكلام. شوف بقى سؤال زي ده، سؤال تافه جدا بس ده متلخبط فيه. هو بيقول لك اوجد المتابعه الحسابيه التي حدها الاول ب 12 يبقى ده الالف، والحاء النون ب 78 ده اللام. لام ايه؟ ما هو لو انت فاكر قانون الحد العام هو نفسه قانون اللام، فهو لو ادالك يا باشا الحد العام ده بقانون يبقى اللام هو قانون. طب لو اداك حد العام ده برقم يبقى اللام ده هو الرقم. قال لا، يعني هو لما يقول لك حاء نون بيساوي رقم يبقى هو ده اللام على طول. قال لا، طب هو دلوقتي مديني الالف ومديني اللام ومديني الجيم نون، طب انا عايز ايه؟ النون. قال لا، طب انا عندك قانون اصلا اسمه جيم نون بتساوي نون على الاثنين فالف زائد لام، ده انا معايا الالف واللام والجيم نون. جيم نون ب 1035 بتساوي نون على الاثنين الف ب 12 واللام ب 78 يا باشا، يبقى ده 1035 بتساوي نون على الاثنين في 90، يعني 1035 بتساوي 45 نون. هنقسم على 45 على 45 هتقوم مطلع النون في منت الا منت، والدنيا بقت حلويات مع حضرتك. ماشي. السؤال اللي بعده سؤال جميل جدا وانا بحبه جدا. بيقول لك يا باشا عايزين اوجد المتابعه الحسابيه التي مجموع ال10 حدود الاولى منها ب 120
مجموع ال10 حدود الاولى منها 120 ومجموع الحدود السته التاليه لها بيساوي 168. لا طب احنا عايزين نفهم دي. الراجل بيقول لك يا باشا معانا مستبعد مجموع اول 10 حدود ب 120 ومجموع الحدود السته التاليه لها بيساوي 168. مجموع الحدود السته التاليه ديت فيه مشكله كبيره قوي فيها. ليه بقى؟ لان انت لو فكرت ثانيه بس هتلاقي ان مجموع الحدود السته التاليه دي بدأ من بعد ال10 حدود، يعني بدأ من الحد ال11. كده انا لو طبقت قانون المجموع لازم اجيب الحد ال11 وده كده هيبقى لخمه في الفاضي. فلما الراجل يدي لك مجموع اول 10 حدود ويدي لك مجموع اي حاجه بعدهم اجمعهم وجيب مجموع الحدود كلها. يعني دول مجموع 10 حدود ودول مجموع 6 حدود، جيب مجموع 16 الحد الاولى اجمع 120 و168 يدينا 288 والغي كلمه التاليه دي نهائي. يعني يبقى انت شغال على مجموع اول 10 ومجموع اول 16، لكن السته التاليه شيلها عشان اللخبطه يا باشا. وكده يبقى انت يا باشا المعادلات اللي معاك هم المعادلتين دول بس يا باشا اشتغل يلا. هو انت عندك قانون اسمه ايه؟ مش ج ن بتساوي ن على الاثنين في 2 الف زائد ن ناقص 1 في د. مره حط يا باشا النون ب 10 ومره حط النون ب 16. يلا يا عم حط النون ب 10، ج 10 بتساوي 10 على 2 في 5 في 2 الف زائد 10 ناقص 1 يبقى 9 د. الكلام ده المفروض بيساوي 120. طب تمام هنجيب مجموع 16 يبقى 16 على 2 في 8 في 2 الف زائد 15 د. الكلام ده بيساوي 288. طب هنا يا باشا ممكن نقسم على الخمسة فيبقى 2 ألف زائد 9 د بيساوي 24. هذا معادلة. وهنا ممكن نقسم على 8 فيبقى 2 ألف زائد 15 د بتساوي 28 على 8 فيها 3 ويتبقى 4 يتبقى لك 6 ودي كده المعادلة الثانية. قال لا يبقى دلوقتي معايا معادلتين 2 ألف زائد 9 د 2 ألف زائد 9 د بتساوي 24 و2 ألف زائد 15 د بتساوي 36. يلا اطرح يا باشا. 2 ألف ناقص 2 ألف راحت. 9 د ناقص 15 د بسالب 6 د. 24 ناقص 36 بسالب 12. اقسم على السالب 6 يبقى الدال ب 2. جبت الدال ب 2 حطها في اي واحده. حط انا الدال ب 2 يبقى 2 ألف زائد 30 بتساوي 36 يعني 2 ألف بتساوي 6 يبقى ألف بتساوي 3. إذا يا باشا أول حد ب3 كل مرة هنزود 2 هنزود 2 هنزود 2 وهكذا وكده أنت كونت المتتابعة. حلو الكلام جدا 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 جدا. سؤال زي ده برضو سؤال من الأسئلة التقيلة واللي فيها أفكار جميلة. بيقول لك أوجد مجموع الأعداد الصحيحة المحصورة بين 10 و100 والتي لا تقبل القسم على 7 ما بتقبلش القسم على 7. طب نيجي نفكر فيها شوية. هي إيه الأعداد الصحيحة اللي ما بين 10 و100 أصلا؟ ما بين 10 و100 11 12 13 14 لحد 99. واحد يقول لي أنت غلطت يا هندسة. هو بيقول لك دلوقتي بيقول لك أنا عايز الأعداد الصحيحة اللي ما بين 10 و100 والتي لا تقبل القسم على 7 وأنت أخدت 14. بس في مشكلة دلوقتي. وأنا دلوقتي لو فكرت فيها أنا هاخد 11 12 13 وأشيل ال 14 وآخد 15. كده هقول واحد أول حد 11 12 13 15. لا ده كده في مشكلة. انت كده كنت بتزود واحد وفجاه تقوم مزود اثنين وهتعمل نفس الكلام ده عند العشاء تقول 19 20 هتشيل 21 تقوم داخل على 22 يبقى انت كده بتزود واحد وفجاه زودت اثنين. يا باشا دي كده ما بقتش متابعه حسابيه. متابعه حسابيه الفرق ما بين اي حد واللي قبله مقدار ثابت. طب اعمل فيها ايه يا عم؟ انا عايز مجموع الاعداد اللي ما بتقبلش القسمه على 7. طب اعملها زي دي؟ قال لك بكل بساطه هتعمل ايه؟ هتقسم المساله نصين. هتجيب مجموع الاعداد كلها اللي ما بين 10 و100 بمفهوم الارقام اللي بتقسم على 7 وبعدين تاخد الارقام اللي بتقبل القسم على 7 بس اللي هم 14 21 28 لحد اخر رقم يقبل القسم على 7 عندي يا باشا 99 قبلها 98. دول كده مجموع الارقام كلها. دول كده مجموع اللي بتقبل. اطرح الارقام كلها ناقص اللي بتقبل تجيب اللي ما بتقبلش. يا عم ده طويل قوي. والله يعني هو لو كان قال لك في المساله انا عايز مجموع الاعداد الصحيحه اللي بتقبل القسم على 7 من 10 و100 كنت هكون دي بس. لكن طالما قال لك التي لا تقبل يبقى لازم يا باشا تكون المتتابعه بتاعت الارقام كلها وتجيب الارقام اللي بتقبل وتطرحهم من بعض كده تجيب الارقام اللي ما بتقبلش. كده المساله يا باشا ديت مسالتين كبار قوي محتاجين يا معلم تشتغل عليهم واحده واحده. ازاي يا عم؟ تعال اقول لك يا باشا. يلا هنا الف ب 11 والدال ب1
واللام ب 99. المشكله ان انا مش معانا عدد الحدود، فلازم اطبق قانون اللام. لام بتساوي ا زائد ن ناقص 1 في د. لام ب 99 ا ب 11 زائد ن ناقص 1 في 1 ودي ال 11 يبقى 88 بتساوي ن ناقص 1 يبقى النون بتساوي 89. وكده يا باشا اجيب مجموع ال 89 حد من قانون ن على الاثنين في ا زائد ل. يعني هيبقى 89 على الاثنين في ا ب 11 زائد ل ب 99 واطلع الناتج. رايقه رايقه. هعمل نفس الكلام هنا بالظبط. حلو قوي حلو قوي. يلا يا باشا ا هنا ب 14 د ب 7 لام ب 98. هقول له لام بتساوي ا زائد ن ناقص 1 في د. 98 بتساوي 14 زائد ن ناقص 1 في 7 ودي الناحيه الثانيه يبقى 84 بتساوي ن ناقص 1 في 7. هنقسم على السبعه يبقى ن ناقص 1 بتساوي 12 يبقى النون بتساوي 13. اعمل ايه؟ اجيب ج ن 13 على الاثنين في ا زائد لام. رايقه رايقه. انا كده جبت ايه؟ جبت مجموع الاعداد كلها اللي بتقبل. مجموع الاعداد لا، مجموع الاعداد كلها بما فيهم اللي بتقبل، وجبت مجموع الاعداد اللي بتقبل بس. عايز بقى معلم التي لا تقبل. التي لا تقبل هطرح ده اهو اللي بالاحمر ده اهو، الرقم اللي انا طلعته بالاحمر ناقص الرقم اللي انا طلعته بالازرق يا باشا الجميل اللي هنا ده اهو. ماشي. وطلع الناتج انت بقى يا معلم بالاله الحاسبه بتاعتك. مفيش اي مشكله بالنسبه لك خالص. حلو حلو جدا جدا جدا. ايه الفكره اللي بعدها يا باشا؟ الفكره اللي بعدها ديت من الافكار الرايقه جدا في المنهج. اذا كان مجموع الحدود يعطى بالعلاقه ج ن بتساوي ن في 3 ن زائد 2 اوجد المتتابعه اوجد حدها التاسع. السؤال ده مميز لان انت لما كان بيجي لك ح ن كنت بحط ن بواحد بتطلع الحد الاول، ن باثنين بتطلع الحد الثاني، ن بثلاثه بتطلع الحد الثالث. فاحنا عايزين نفهم بس ايه الفرق ما بين ان هو يقول لك ح ن وج ن. تعال نقول هو انا دلوقتي لو قلت لك عايزين نجيب ج واحد، هو يعني ايه ج واحد؟ ج واحد يعني مجموع الحد الاول اللي هو مين ده؟ اللي هو الحد الاول. طب لو قلت ج 2 ج 2 دي مجموع اول حدين اللي هم مين؟ الحد الاول والثاني. طب لو قلت ج 3 يبقى دي مجموع الحد الاول والثاني والثالث. قال له طب ما انا كده اعرف اكون المتتابعه ازاي؟ تعالى كده نفكر. حط النون بواحد، جيب ج واحد. فلما احط النون بواحد هيبقى 1 في 3 زائد 2 هيطلع 5. مين ج واحد ده؟ ده مجموع الحد الاول اللي هو الحد الاول. طب تعالى نجيب ج 2، حط النون ب 2 هيبقى 2 3 في 2 ب 6 زائد 2 يطلع 8 8 في 2 ب 16. مين بقى ج 2 دي؟ ج 2 ديت هي مجموع الحد الاول والثاني. طب انا دلوقتي الحد الاول ب5، مجموع الحد الاول والثاني ب 16، اطرح منهم الخمسه يطلع لك الحد الثاني اللي هو 11. قال له طب ما الطريقه دي، طب ما تيجي نجيب ج 3. يلا يا باشا ج 3 حط نون ب 3 يبقى 3 3 في 3 ب 9 زائد 2 يا باشا 9 زائد 2 ب 11 في 3 ب 33. مين دول؟ مين ال 33؟ ده مجموع الحد الاول والثاني والثالث. طب ما من الحدين الاول والثاني مجموعهم 16، اطرحهم من 33 يطلع 17. معنى كده ان انت كل مره بتزود 6، يعني ا بتساوي 5 والدال بتساوي 6 يا باشا. كده انت قدرت تكون المتتابعه. قال لك ثم اوجد حدها التاسع. جيب حدها التاسع يا عم. حد التاسع اسمه ايه؟ ا زائد 8 د. ا ب5 زائد 8 في 6 ب 48 يطلع الناتج ب 53 يا باشا. وكده روقان السنين. اخر حاجه في الدرس يا باشا ان السؤال يجي لك سؤال لفظي كده، انت يبقى خلصت الافكار كلها. السؤال بس سؤال بسيط خالص، هو بيقول لك ايه؟ وفر رجل في نهايه سنه ما مبلغ 7500 جنيه. مين ده؟ ده الالف. ثم اخذ يزيد ما يوفره كل سنه بمقدار 1500. ده مين ده؟ ده الدال. ده المقدار اللي هو بيزوده. يعني معنى كده ان الرقم الاولاني بتاعك اللي بيكون معاك ده الالف، ده البدايه بتاعتك. الرقم اللي انت بتزوده او بتنقصه ده الدال، ده الاساس. بس يبقى انا كده ترجمت. قال لك وفر رجل في نهايه سنه ما مبلغ 7500 جنيه، ده الالف. ثم اخذ يزيد ما يوفره في كل سنه بمقدار 1500 عن السنه السابقه، يبقى ده الدال. اوجد مقدار ما يوفره الرجل في السنه ال 17 وجمله ما يوفره في ال 17 عام. شوف بقى فرق ما بين كلمه مقدار ما يوفره في السنه ال 17 وهنا جمله ما يوفره في ال 17 عام. يعني ايه؟ يعني هو عايز قيمه الرقم ده هو في السنه ال 17، يبقى دي كده اسمها الح 17. لكن انا عايز جمله ال 17 عام، يبقى دي ج 17. ايه ده يا عم؟ طب ما ده كلام لذيذ خالص. يعني هو عايز الحد العام وبعد كده الجيم يعني عايز مره الحد ومره المجموع. طب ما الحد ال 17 دوت يعني ا زائد 16 د، وانا ا ب 7500 جنيه زائد 16 في 1500 وهطلع الناتج بالاله الحاسبه. مفيش اسهل من كده.
طب الجيم 17 يا باشا حط القانون اسمه 17 على الاثنين، على الاثنين في 2 الف زائد 17 ناقص 1 في د، وتعالى نعوض. انا 17 على الاثنين ادي 2 في الف اللي هي 7000 ونص زائد 16 في د اللي هي 1000 ونص، ومش هعمل اي حاجه غير ان انا يا باشا اكتب الكلام ده على آلة حاسبه واطلع الناتج. يعني انت بس مشكلتك ان انت تفهم السؤال من ان هو سؤال لفظي تترجمه، بس تخليه الالف الدال، لو في لام لو في اي حاجه تترجم السؤال بس، مفيش اكتر من كده يا باشا. كده حضرتك يعني شرحنا المتابعه كل تفاصيلها، متابعه حسابيه بكل تفاصيلها، متسلسله حسابيه بكل تفاصيلها. في درس بقى احنا سميناه في النص اسمه المتسلسله العاديه ورمز التجميع. تمام الكلام كده، وده محتاج آلة حاسبه. ده عشان نظبطه قدام حضرتك لازم نوريك الآلة الحاسبه بتتعمل ازاي، وعشان كده هنعمل الفيديو ده على التابلت، ويبقى انت كده معاك مراجعه الجبر كله ان شاء الله. تابعنا عشان نفضل معاك في الترم الثاني بكل جديد. رمضان كريم عليكم، السلام عليكم.